يعني المدينة حاببها كمكان كمدينة وكمكان يتعاش فيه، حاببها بنسبة كبيرة يعني. ممكن أتعنطز شوية بس مش عليك. انت مش عليك. تتعنطز براحتك. لا مش عليك، هروح أتعنطز على علاء عادل قال لا الواد العبيط ده بيفكر يخش علوم. بقول لك ايه، في الكلام ده المدرسة بعد الطابور بتندى عليا، فرحت لها خير في ايه؟ بتقول لي والدك كلمني وقال لي ان انت عايز تخش علوم. طبيب نفسية عايش في هامبورغ بقالي 3 سنين. خلاص فقدت الامل في الفيزا بتاعت المانيا دي لانها كان فعلا رخمت. ابحث عن تظبيط الدماغ. يعني امتى بقى اتصلوا بيا قالوا لي انت جات لك الفيزا وانا في عمليه، في جوه عمليه في البنك الاهلي. اسلام محي، ازيك يا صديقي؟ عامل ايه؟ ازيك يا كريم بيه صديقي العظيم؟ وانا كل الحمد لله. انت عامل ايه؟ طمني عليك. انا تمام. انت بجد وحشني جدا. بقالي كتير ما شفتكش، بقالنا كتير ما قعدناش مع بعض فيس تو فيس، بس انت وحشني. دي حقيقه والله. دي المشكله بقى ان احنا ما بنتقابلش غير كل فين وفين. بس ده بيخلي اللقاء احسن، بيخلي اللقاء احلى. حقيقي. طبعا انا عارف ان انت قاعد في هامبورغ في المانيا دلوقتي. الاول كده كنت عايز اسالك ايه رايك في هامبورغ وايه رايك في المانيا بشكل عام؟ انا هبدا السؤال من الاصغر للاكبر، اللي هو ايه رايك في المدينه او حتى الجزء من المدينه اللي انا فيه، وبعد كده نطلع واحده واحده لغايه ما نوصل لالمانيا يعني. حلو قوي. انا قاعد في هامبورغ فعلا في جزء عائلي شويه، او يعني نيبرهود، مش في السنتر، متطرفه شويه ناحيه الغرب، فجوها عائلي شويه. معظم جيراني ناس متجوزه ومخلفه او ناس كبيره في السن. طب انا ليه قاعد في المكان ده؟ عشان شغلي في اقصى شمال المدينه، فانا كده ايه ما بين السنتر وما بين ما بين الشغل. ودي بالنسبه لي كانت نقطه محوريه فشخ. انا مش عايز اقعد في السنتر، مع ان السنتر في هامبورغ حلو يتقعد فيه ويتعاش فيه جميل، بس انا مش عايز. يعني كان الهاجس اللي بيجري ورايا في الموضوع ده ان انا مش عايز يبقى مسافه ما بين الشغل والبيت كبيره. مش عايز اقضي وقت كفايه. قضيت وقت على الدائري وفي اول مكرم وفي اول عباس وميدان العباسيه يعني. مش وبعد عايز كده اشوف ترافيك تاني. بعد كده لما اشتغلت بقى في احمد ماهر مثلا في الضرب الاحمر، فانت بقى بتاخد القاهره بالعرض. فانا طبعا. كنت مقرر حتى لو هقعد في مكان بورينج، حتى لو هقعد في مكان ما فيهوش اكشن، بس ما اقعدش في مسافه ما تكونش طويله. وبالفعل الحمد لله ده اتحقق يعني، سواء بالعجله او بالاتوبيس 20 25 دقيقه اكون في الشغل الحمد لله يعني. الجزء في المدينه اللي انا فيه عائلي شويه، ده بيخليني مختلط قوي بالنسيج بقى المجتمع الالماني في الشريحه دي، شريحه ال 35 ل 60. معظم جيراني كده ومعظم الناس اللي حواليا كده. حتى السوق الكبير الماركت اللي جنبنا لما تروح تلاقي نفس النمط، نفس الحاجات. او يعني يا اما ناس فوق ال 40، يا اما عيال صغيره بقى اطفال. بس هامبورغ عشان انا في الغرب، فكل ما بتروح للسنتر المدينه بتتحضر اكتر وبتحول بقى شكلها من شكل الريف الالماني النسبي، اللي هو البيوت الهاوسز والجناين والعيال ماشيه بالسكوتر، ممكن تكون حتى بتلعب في الشارع. تخش بقى ايه ناحيه الهيبيز شويه او الهيبي سايد شويه، اللي هو الناس الاغنى. بعد كده توصل تخش في السنتر شويه البيوت الجميله، بعد كده العماير الكبيره، بعد كده بقى في السنتر، في السنتر بقى اللي ايه شويه سكاي سكريبرز والبيوت بقى الجديده والمباني الكونسرت هول والحاجات دي اللي على القلب على النهر على طول، اللي هي قصاد الفلوس دي. بالظبط لغايه لما توصل للقلب من الشمال. جنوب بقى الناحيه الثانيه من المدينه ده الهافن، ده الهاربور. وهاربور هامبورغ من اقدم الهاربورز في اوروبا، وتاني اكبر مينا في اوروبا بعد روتردام. فدي بقى منطقه جميله. طول ما انت ماشي وبتوصل للسنتر الحياه عماله تصغر بيك والمباني بتطول، شكل المدينه بيتغير لغايه لما توصل بقى للنهر. والناحيه الثانيه الضفه الثانيه انت شايف المينا. فهو مدينه الصراحه بالوصف ده في منتهى الجمال يعني انا حابب المدينه جدا من كذا نطاق. الاركيتكتشر والجمال المدينه ذات نفسه ده شيء كويس. حتى الاركيتكتشر بتاع البيوت اللي في النيبرهود عندي، البيوت العائليه اكتر، حتى
اوروبي لذيذ، وفي نفس الوقت ممكن توصل الاماكن اللي فيها الفلوس بقى، الماني سنتر، بحاول مراكز الحفلات وقاعات الحفلات الكبيره شويه، الكونسرت سولز والحاجات دي. فانت عندك الدايفرستي، كل الاركتكتشر جميله في كل حاجه. وغير كده طبعا دي حاجه فرق كبير ما بين اوروبا ومصر، الخضار والمهتمين بالباركس والخضار، ودي بالنسبه لي حاجه مهمه، لدرجه ان هم عاملين كذا غابه كبيره في نص المدينه بحيث الناس تتمشى فيها وتعمل وندرينج شويه فيها، الفانداغون الالماني يعني. فهي مدينه حلوه جميله جدا جدا في منتهى بحس الروعه. معلش هقطعك يا محميحو هنا، بحس ان فكره الجرينري دي مهمه جدا في تكوين الانسان بشكل عام. يعني فكره ان انت تطلع تنشأ في بيئه خضراء فيرسز ان انت تنشأ في بيئه صحراويه، بحسها بتفرق في التكوين بشكل عام. يعني ممكن حد يفتكر ان دي حاجه تافهه، اللي هو ايه فكره ان في جناين او في خضار بشكل عام في المدينه، بس بحسها ان هي مهمه، يعني بتأثر فيك بشكل كبير. انت ايه رايك؟ ده كلام مظبوط 100%. يعني الكلام ده لان انا حتى شفته وانا في مصر، لان عشت شويه في سينا وفي شرم الشيخ عشان شغل والدي. فانا عشت شويه في مكان صحراء بس حلو بس جميل، او جمال الصحراء. بعد كده عشت في المدينه الخرا للاسف شديد يعني، اللي هو تبقى بتكره نفسك اول ما تنزل الشارع. انت نازل الشارع وانت في عداء تجاه اي حاجه هتقابلك، انت بتعادي اي حد، اي واحد ماشي في الشارع هو عدوك لغايه لما يثبت العكس، بتاع السوبر ماركت عدوك لغايه لما يثبت العكس، تسوق اي حد جنبك هو شخص هينال منك لغايه لما انت تامن له، لغايه لما يطلع صاحبك وما تامنلوش في الاخر برضه. فهي مدينه يعني متوجس منه حتى لو صاحبه. بالظبط. وبعد كده جيت على هنا مدينه برضو كبيره بس الدنيا اخف شويه، وسكنت في مكان متطرف سنه، فالدنيا منتهى بقى الهدوء والخضار. فانا فاهم في ترانزيشن في النص حته كده، انا اقدر الخصها لك وصف العيشه في القاهره يعني. لو الخصه لك بكلمه واحده، هو كونه عدائي. وانت في عداء لكل شيء، وكل شيء بيعاديك اول ما تنزل، مجرد ما تسكن في المدينه خلاص. حلو قوي الجمله دي، وحاسس ان الجمله دي فعلا ممكن تفسر لنا حاجات كتير قوي من اللي بتحصل في القاهره. يعني هو ما فيش حد مسؤول عن هذا العداء، بس تحس ان الفايبس كلها ان كله متحفز لبعضه. فحلو قوي جمله ان الجو عدائي دي ملخصه فعلا. بالظبط. وبعد كده جيت هنا، مهما كانت فتره سينا كنت صغير شويه، فما كنتش مكون، ما اقدرش اكون يعني فكره موضوعيه عن العيشه في مدينه زي شرم الشيخ مثلا. بس يعني دي ممكن نقطه نتكلم عليها بعدين. بس هنا لا، في فارق بقى، لان الواحد كان اوعى شويه وعارف الفارق. فلما جيت هنا الجو مش عدائي، بل على العكس. انت مجرد ماشيك حتى لو في شارع جانبي بتبقى مبسوط. شكل المباني ونظافه الشارع والخضار الموجود. وبعد كده لما تطلع شويه بره السنتر، بتلاقي بقى الخضار الحقيقي. يعني انا زي ما بقول لك فعلا، انا جنبي بارك كبير، جنب بيتي على طول بارك كبير، وفي حته غابه هم حتى مسمينها غابه. فكونك متعود من اول ما تطلع من البيت على ان في حاجه شكلها جميل، سيبك من لونها حتى كانت خضراء او زرقاء، بس في حاجه شكلها جميل، وبتروح مستشفى شكلها مقبول، وبترجع في شوارع برضو شكلها كويس، وبتشوف الاتوبيسات او بتركب اتوبيسات او العربيات شكلها برضو حلو مقبول بالنسبه لك. فانت كل ده بيكمل او بيعمل زي ساتسفاكشن او ستيبلايزيشن لاي حاجه انت عايز تشوفها جميله. فانت بتبقى اخر اليوم ساتسفايد، مش بنسبه 100% بس ساتسفايد بالرؤيه بتاعتك اللي انت بتعتبرها جميله، في نطاق ان دي حاجه انت اعتبرتها جميله يعني. فده بيفرق ان انت اولا في انبساطك الاساسي، يعني انت بتكون في العموم مبسوط، وبيفرق في نفس الوقت في الهدوء، وده كله بيأثر على كونك منتج بقى في الاخر، او انت عايش كويس او مش عايش كويس. صح. وبيأثر كمان بتهيالي على تفكيرك، يعني اللي هو بيقول عليها الكلاريتي بتاعت مخك. يعني لو انت فعلا عايش في جو عدائي، فانت بس هتبقى بتفكر في الخمس دقايق الجايين، او الخطوه الجايه هعمل ايه، او بعد ما اركن العربيه هعمل ايه، او يا رب الاقي ركنه عشان اعرف مش عارف ايه. انما لما بتبقى فعلا الاجواء حواليك زي ما انت بتوصف كده، بتأثر على الكلاريتي، فبيبتدي يبقى عندك تفكير ابعد شويه، او تفكير اعمق شويه، او تبص الحاجات بمنظور مختلف شويه
عن فكره ان انت متروس في ان الخطوه الجايه هتبقى ايه علشان ما تتبهدلش. مظبوط 100%. بس انا اللي انت قلته كلام جميل، بس هو كمان ممكن نفصله لجزئين. جزء ان انت بتبقى كرييتيف اكتر وبتبقى منتج اكتر، وده جاي من الهدوء النفسي اللي انت فيه، ان مفيش ضغط عصبي، فانت في مجهود سواء بقى من اول كالوريز لمجهود ذهني انت بتصرفه اقل شويه على انك تعدي الموقف اللي جاي ده، اللي زي ما انت قلت بالظبط، فبيديك مجهود زياده. انا حتى ما بتكلمش على الوقت، انا بتكلم عن مجهود، بيديك مجهود زياده اللي كان ستريس بياخده منك والضغط بياخده منك، فبيخليك اريح شويه وانت بتفكر، والثوت فورم بتاعك بيبقى مظبوط، والثوت بروسس بتاعتك بتبقى اسهل، فبتوصل لحاجات نتائج احسن وبتخليك كريتيف. على الناحيه الثانيه الانبوتس اللي بتجيلك من المكان اللي انت فيه، الانبوتس دي بما ان هي مبدعه فهتساعدك ان انت تبقى كريتيف اكتر. الانبوتس اللي بتجيلك دي طالما هتبقى اجمل فانت هتفكر بشكل اجمل. الثوتس اللي بتجيلك دي طالما هتبقى فريندلي فانت هتفكر بشكل فريندلي اكتر، فهتبقى حتى في اللي انت الكرياتيفيتي اللي انت بتعملها بوزيتيف، هتبقى ايجابي فيها، ان هو هتحاول تعمل حاجه كرياتيف وانت عارف ان الانبوتس كويسه فالدنيا كويسه، على عكس اللي بيبقى مضغوط وعايش في مكان مش حلو. هو مش هيبقى كرياتيف عشان هو مضغوط، ومش هيبقى كرياتيف عشان هو اصلا مفيش اي انبوتس بالنسبه له كرياتيف من الاساس. صح. فهي من ناحيتين يعني. بمعنى هبسطها لك، اجيب لك مثال سريع، ان مثلا ان انت ممكن تنزل كل يوم في مدينه زي هامبورغ، بما اننا بنتكلم على هامبورغ، تنزل كل يوم في مدينه تروح تتفرج على مثلا صوره او شكل المينا، دي حاجه مش كريتيف، وفي مراكب معديه وناس غريبه بتقابلها، والناس بقى اللي بتوع البحر اللي شغالين والطلبه والبتاع، فانت حتى الدايفرسي الموجوده دي بما انها حلوه وفريندلي فانت هتاخد منها جزء كريتيف اكتر. طبعا ده ما كانش متوفر في مصر للاسف بصوره كبيره يعني. وحتى لو هنقارنها بالناس اللي عايشه في الصحراء في سيناء او في اي مكان فيه صحراء، عيشه بريميتيف شويه او بريميتيف اكتر للمدينه، فهو الكرياتيفيتي بتاعتهم اكتر، حتى عشان كونهم بيشوفوا حاجه شكلها حلو، سواء جبل بقى ولا بحر ولا وحتى statistically يعني الناس سكان المدن الكبيره اللي على السواحل بيبقوا اكثر، بيبقوا اهدى اولا واقل عرضه للديبريشن، وبيبقوا حتى ناس مبدعين اكتر. زي مثلا الفرق ما بين القاهره واسكندريه على سبيل المثال، زي هنا مثلا الفرق ما بين هامبورغ وبرلين. معروف الناس بتوع هامبورغ دول ايه، ارقى واحسن في تفكيرهم، عشان هامبورغ تعتبر على البحر على طول والنهر والمينا وبتاع، فالافيلابيلتي بتاعت ان انت تتفرج على المينا كل يوم، او تتمشى في بارك، ولا تتمشى في فالد في غابه ولا حاجه، دي كلها انبوتس انت بتاخدها او انا باخدها، بتكلم على نفسي يعني. اكيد انت كنت في نيويورك او دلوقتي في فيلادلفيا، مجرد الانبوتس دي بتفرق كتير. مش مجرد ان انت تبقى هادي والضغوط اقل عليك، لا، ان في انبوتس اصلا. صح، انا متفق معاك 100%. والحاجات دي فعلا في ناس ممكن ما بتقدرهاش، او يعني مش ما بتقدرهاش، بتاندر استيميت الفاليو ان انت تبقى عايش في مكان زي كده على حياتك الشخصيه، على الدايركت امباكت في حياتك الشخصيه. فانا متفق معاك 100%. بس انا هجي لك تاني في الحته بتاعت مصر والفرق بينها. انا بس كنت عايزك تكمل لي رايك في هامبورغ ورايك في المانيا بقى بشكل اعم. تمام، يعني قلت لك الجزء الجمالي في هامبورغ، وده شيء كويس. الجزء يعني المدينه حاببها كمكان كمدينه وكمكان يتعاش فيه، حاببها بنسبه كبيره يعني، الحمد لله يعني، من فضل ربنا الواحد عرف يجي في المدينه دي. بالنسبه للناس ونوعيه الناس، فهم نوعيه ناس شمال المانيا، فهم عندهم هم ناس معاهم فلوس اكتر، فناس اريح ومبسوطين اكتر، حتى بيبقى واضح لما اطلع منها الدنيا بتبقى اقل شويه، ما عدا ميونخ. يعني ميونخ دي في حته لوحدها، فالناس مرتاحين، ففريندلي معاك،
بس مشكلتهم ان هم ما زالوا متمسكين بحاجات من العادات الالمانيه القديمه، ومتمسكين بالشتولز، بالبرايد بتاع الجيرمان ريس يعني. فتقبلهم شويه ليك في الاول كواحد فورنر بيبقى ارخم شويه، وده انا قابلته في الاول يعني. اللي هو يعني مش هم مش كلهم مش عايزين يتقبلوك من الاساس، لا هم يتقبلوك، ما عندهمش يعني في عنصريه طبعا بس العاديه، بس هم هامبورغ مش مدينه عنصريه على الاطلاق. بس انت مش هتخش في دايرتنا، مش هنعتبرك شخص مننا غير لما تثبت جدارتك، غير كده لا. فهم مش عنصريين بس رخمه. فاهم اللي انا قصدي عليه؟ ايوه فاهم قصدك. فاخدت شويه لغايه لما اتعودت، فبقيت اتعامل زيهم كده، فحتى تلاقيني ممكن اتعنطز شويه، بس مش عليك. انت مش عليك، تتعنطز براحتك. لا مش هنك هروح اتعنطز على علاء عادل. انت امسح بالذات تتعنطز براحتك يا محميح، يا سلام. امسح بقى الارض على الواد فتحي، انما عليك عظيم يعني مستحيل يعني. لا انت على اي حد يا محميحه تتعنطز لا براحتك. لا مستحيل. بس فالحته دي بقى هو خدتها من الناس اللي عايشين هنا شويه، لان انا بتعامل بنفس الطريقه معاهم، اللي هو يعني انتوا هترخموا، طب ما نرخم قشطه بقى، نخش في نسيج المجتمع من الناحيه دي يعني. ودي حاجه ما كانتش سهله، بس الحمد لله اتعودت عليه. ف كوني عايش في هامبورغ طبعا مأثر على اللي انا اقوله لك على العيشه في المانيا. بس العيشه في المانيا عموما حلوه لغايه لما تبقى سهله. يعني هي تبقى حلوه بس ان تبقى سهله الاول، لان هي في الاول بتبقى صعبه فما بتبقاش حلوه. فهمت قصدك، يعني هي بتحلو لما تبقى اسهل. لما تبقى اسهل يعني. في الاول الضغطه بتاعت الاول وفرق الكالتشر، وفارق اللغه طبعا، وفارق الجو، ده عامل في غايه الاهميه، وفارق الشغل والسيستم الشغل والحاجات دي انت بتاخدها كلها مره واحده. فبتبقى الموضوع صعب في الاول. الموضوع بيبقى صعب ان في ناس ما بتستحملوش ان انت قاعد لوحدك والدنيا مكحرطه والناس مش اسهل شيء، وبتتعامل بقى بلغه جديده في نظام مستشفيات مختلف. انتوا اكيد شفتوا يعني، انت اكيد شفت الكلام ده وعديت بيه كله، بس يمكن عامل اللغه اسهل سهل الدنيا مثلا شويه. بالظبط. وكمان هو دي بتهيالي بالنسبه لاي حد، انت مجرد بس ان انت بتغير شغلك، يعني انت بتسيب شغل ما وبتروح شغل جديد، ده اوريدي بيبقى محتاج شويه ادجستمنت، ان هو انت بتروح شغل جديد مع كووركرز جداد، مع مدير جديد، مع سيستم شغل جديد، ده لوحده محتاج ادجستمنت. فتخيل بقى ان انت بس مش متغير شغلك، انت بتغير شغلك، بتغير مدينتك، بتغير بيتك، بتغير لغتك. فانت بيبقى في دراستيك تشينج في اول ما بتسافر طبعا. يعني كل واحد طبعا بياخد هذا التشينج بطريقه، بيكوب معاه بطريقه او باخرى. بس ده ما ينفيش ان التشينج بيبقى كبير فعلا، بيبقى ضخم، بعملاق. يعني حتى وجهه نظري انا يعني مثلا ما روحتش لامريكا ولا بريطانيا كايميجرنت يعني، بس هنا الكالتشر برضو ايه، مقفول سنه، بما انها بلد اصغر سنه، والكالتشر ارخم شويه، وفي حساسيه يعني حساسيه عاليه تجاه بقى اي موضوع يخص الهجره والناس اللي جايه. الكلام ده من زمان حتى من قبل الحرب. فكان اصعب شويه انت تخش، زي ما قلت لك الطباع الناس في شمال المانيا ارخم شويه. بس انت لما اتعودت والدنيا مشيت، عملت خطوه ورا الثانيه، الحاجات الليجل مثلا، الحاجات الليجل ايميجريشن بروسيدرز يعني، وظبطت شغلك والدنيا بقت كويسه، ظبطت مادياتك الدنيا بقت كويسه، ظبطت اجازاتك وبقى في متنفس شويه، اول ما الدنيا تبقى سهله بالنسبه لك، العيشه هتبقى هنا هتبقى جميله. فهي السهوله والصعوبه هي اللي هتكسرها. انت بقى هتبقى الحياه سهله عليك امتى؟ ده السؤال. واحد مثلا ما اتعلمش اللغه وهي لغه صعبه مش سهله مثلا، الحياه تبقى سهله عليه بعدين. واحد اتعلم لغه اكتر شويه، لا هيكوب اكتر وهيخش اكتر ويقدر يتكلم مع الناس. ان باراليل نمط الحياه هنا، وانت بتعمل ايه في يومك وترتيب يومك و كل ما تتعود عليه اكتر وتبقى شبههم بصوره او باخرى اكتر، كل ما الحياه حلوت بالنسبه لك اكتر. ف
يعني صعب قوي ان حد يجي هنا على طول يقول لك كده الحياه جميله على طول، صعبه جدا. بس في ناس بيعملوا كده، متعودين على العيشه دي، عاشوا مثلا في فتره دراسه او في اي فتره، او اللي هم مثلا بيبقوا في المانيا، اللي هم خريجين الدي ومن مدارس الالماني مثلا، دول بيجوا هنا سلام عليكم وخلاص. مع ان في حاجات ليجلي برضه، بس الدنيا اسهل. بيبقى عندهم الى حد ما شويه اكسبوجر من وهم صغيرين للثقافه الالماني، للغه، للحاجات دي، فبتبقى بتقص فتره من الادجستمنت دي اول ما بيسافروا. دي حقيقه وكل واحد والادجستمنت بتاعه. يعني انا جيت مثلا وانا متعلم اللغه في مصر لغايه ليفل سي 1، فدي كانت حاجه بوزيتيف بالنسبه لي، فالحمد لله في الشغل ما قابلتش مشاكل في ان انا الضم معاه على طول. طبعا خدت وقت عشان اتعلم من السيستم شويه، بس حتى مع اني بدات في تخصص جديد، بس عشان كنت اللغه الى حد كبير شايلها من دماغي، والتعامل اليومي كان كويس، ما فيهوش مشكله يعني. فالحمد لله الدنيا مشيت على طول مثلا في الشغل. بس كان في بقى حاجات تانية من ايه، رخامه تانية في الامتحانات ومش عارف ايه. بس مثلا دي بوزيتيف بوينت، عشان جيت اوروبا قبل كده مثلا، فعندي فكره انا هقابل ايه، على عكس ناس تانية بشوفهم مصريين مثلا بيجوا يعانوا من الاساس ان الكلام ده مش هزار، بيعانوا، بيبقى فعلا ليفل معاناتهم بيبدا ان جارتهم بتلبس قصير مثلا يعني. صح، في ناس الكالتشر شوك يعني اللي بيقولوا عليها بالظبط، اللي هو مش عارف يتعامل معاها، دي اول حاجه هيعاني منها. فاهم الفكره؟ فده بيفرق، ده الكلام ده بيفرق، فالحياه بتبقى كويسه بعد اما تتهرس في السيستم شويه، وده كل واحد وقت. تمام. فنقدر نقول ان الحياه في المانيا بالنسبه للدكاتره صعبه في الاول، وبعد كده مريحه. حلو قوي، حاسس ان ده كان تلخيص شافي يعني. انا عايز بقى اخدك ونطير لسنه 2008 وقرار دخولك كليه طب. قول لي انت دخلت ليه اصلا طب، او ليه كنت عايز تدخل طب؟ السؤال ده حقيقي. حقيقي جدا، اصل في اجابه كده انا بدور عليها عايز اشوفها هي قد ايه كومن. ماشي، يعني هحاول الخص الموضوع، لان الموضوع بالنسبه لي اكزيستنشال من الاساس يعني. هو ليه دخلت متفهم. كليه يعني؟ هبقى بكذب عليك لو قلت لك الموضوع ده مش بيجول في خاطري بصوره يوميه. لا انا متفهم تماما. فاهم الفكره؟ فهحاول الخصها يعني. انا دخلت كليه بمنتهى البساطه عشان انا حبيت نوع الدراسه. يعني دراسه البيولوجي بقى، على البايوكيمستري، على البايوتك، على الحاجات دي. انا حبيت النوع ده من الدراسه، وكنت حابه من وانا صغير في ابتدائي واعدادي. بعد كده دخلت الاي جي بالصدفه، برضه دخلت الاي جي بالصدفه البحته يعني. وكان دراسه الحاجات البري ماد فيها حاجات اللي هي المؤهله للدخول الطب، لان انت الاي جي بتختار كل ماده لوحدها، مش بتختار علمي ولا ادبي، لا انت كل ماده بتختارها جوه العلمي والادبي. فحتى انا اخترت مواد اللي ليها علاقه بالطب اكتر، عشان كنت حابب الدراسه دي من وانا صغير. فالموضوع بقى داس يعني. احنا كنا في الاي جي بندرس مثلا بايوتك، حاجات بايوتكنولوجي مثلا، وغير البايوكيمستري كنا بادئين فيها. اللي هي ماده الاي ليفل في الاي جي بتاعت البيولوجي تقيله، فدخلتني بقى في عمق البيولوجيكال ابلكيشنز عموما، والجزء الطبي الكلينيكال شويه. فموضوع بقى لزق في دماغي في فتره الاي جي. بس احنا لو كنت رجعت مثلا خطوه شويه للاعدادي مثلا، كان ترجمتي لحب للبيولوجي والاحياء والنوع ده من الدراسه، ماتيريال الدراسه ذات نفسه، حبي ليه كان مترجم ان انا عايز اخش علوم. وكنت مقتنع بالفكره دي في اعدادي بقى بصوره كبيره. وحتى كنت معرف باهلي في البيت، بصوا يا جماعه اخش علوم، مع ان معظم عيلتي مهندسين اصلا، بس انا عمر ما كان الجزء الهندسي والدراسه الهندسه
الدراسه، ونقف عند النقطه دي شويه. ما كانتش دراسه الحاجات الهندسيه او الحسابيه بالنسبه لي مثيره او انترستنج باي صوره من الصور زي البيولوجي. ففي يوم من الايام في اعدادي، انا افتكر كويس في ثالثه اعدادي، لقيت مديره المدرسه بعد الطابور بتندى عليا، فرحت لها: خير، في ايه؟ بتقول لي: والدك كلمني وقال لي ان انت عايز تخش علوم. قلت لها: مظبوط، وانا ده جزء ده اللي انا حابه، وده ده اللي انا ده اللي انا حاسس ان انا هنفع فيه يعني. انا مستني اسمع ردها. فقالت لي: طيب، انت انت عارف خريجين علوم اقصى املهم ايه؟ قلت لها: يبقوا عالمين. قالت لي: لا، هيبقوا مدرسين زي المدرسين التعبانين بتوعك دول. ده من اللي هو ما حاولتش اه حتى تجمل يعني. لا، مباشرة. هي كانت مديرة، يعني الله يمسيها بالخير، كانت مديرة لذيذة، كانت مدرسة فرنش أصلا، فما كناش بنقول لها يا ميس، كنا بنقول لها يا مدام. فلو أنا ما كنتش فرنش، مدام إيه؟ المدام دي بالنسبة لي يا مدام افتكات. فأنا كل مرة بروح لها وأنا بقول يا مدام دي ببقى عايز أضحك، اسمها مدام منطقي مي. تماما. المهم قالت لي الجملة دي فاهم، هي رنت في وداني كده. فطبعا مش عاجبني حال المدرسين، لان انا ناقم على المدرسه من الاساس، لهم المدرسه من الاساس، لا مؤاخذه يعني، معلش انا اسف. لا ولا يهمك. يعني انا اصلا رايح المدرسه وهي حاجه بالنسبه لي تضييع وقت، اللي هو يعني يا جدعان خلصونا من القرف ده. فتجيبتي لي بقى كمان المدرسين اللي بيدرسوني ده الاكزامبل، ده الاكسبكتيشنز، يعني دي الاكسبكتيشنز بتاعتي. طبعا الموضوع لعبت في دماغي. فاست فورورد بقى 3 سنين قدام في الاي جي، كان الكلام ده طبعا اتأثر من اول، يعني اثر عليا من اول ما المديره قالت لي الكلام ده. فكان ترجمه الكلام ده ان انا حابب نوع الماتيريال ده ونوع الدراسه دي. فالابلكيشن بتاع الكلام ده ان انا ما اخشش علوم واطلع مدرس علوم مكسح. لا، زي انا عايز المدرسين التعبانين بتوعك. بالظبط. لا، انا عايز ابقى دكتور. ده الابلكيشن اصلا، مفيش حاجه ثانيه. يعني اللي بيحب النوع ده من الدراسه والنوع ده من العلم او النوع ده من الابلكيشنز الابلكيشن بتاع العلم، فهو الابلكيشن بتاعه هو الطب او العلوم. فعلوم فكك، انت هتخش عالم احياء مثلا، انت بتحب الاحياء قوي، هتخش تطلع عالم حشرات مثلا، يعني ربنا معاك، اتكل على الله. هتروح تشتغل في الاخر مدرس برضه في مدرسه تعبان. فانما ممكن النوع حب النوع ده من الدراسه، لا، في ده الباث واي بتاعه الثاني الاجمل والانترستنج واللي فيه تشالنجز اكتر واللي مقبول مجتمعيا اكتر بكتير. بالعكس ده يعني ده انت صباح الفل يعني، انت الدكتور. وتحدي بقى ان انت تطلع جراح ولا تطلع ايه، وتطلع شاطر والناس ومش عارف ايه، وحط فيها طبعا الجزء الهيومانيستيك شويه، ان انت مهما كان انت بتعمل حاجه ادميه وبتساعد الناس و فكان الابلكيشن بتاعها ان انا لا اخش طب بقى يا باشا. فحشرت دماغي بقى في الاي جي، حشرت دماغي تماما في الباث واي ده. في نفس الوقت كان في بقى محاوله شديده من اهلي، من ابويا خاصه، هندسه. وانت ابويا مهندس وعمي مهندس وولاد عمامي كلهم مهندسين من كل الانواع المختلفه. فكان ابويا بيحاول يضغط ففشل. ما عرفش ينجح خالص. هو انت شايف عارف ان يعني انت من القلائل اللي بسمعهم بيقولوا ان باباهم او يعني اهلهم كانوا بيحاولوا يثنوهم عن ان هم يخشوا طب، لان معظم الوقت هي بتبقى الاهالي بتضغط ان اولادها يخشوا طب. لا، بس دي من المرات القليله اللي بسمع فيها حاجه زي كده. ده كان العكس تماما بالنسبه لي، اللي هو يا ابني هندسه، يا ابني مش عارف. هو ابويا يعني طول عمره ما كانش بيتدخل، بس لما لا يعني تدخل في حوار بتاع علوم ده مع مديره المدرسه، اداها مكالمه كده، قال لها الواد العبيط ده بيفكر يخش علوم، بقول لك ايه، في الكلام ده. فهي قالت لي الجمله دي. وبعد كده
لما لقاني بقى بالفعل عايز اخش في تاني اي جي بقى خلاص، حاشر دماغي تماما، ومصاحب بقى على المدرسين بتوع البيولوجي، وبكمل بقيت بعد المدرسه بنقعد نعمل اوفيس اورز، يقعدوا يشرحوا بقى ايه ده والكاردياك ماسلز بتشتغل ازاي. فانا حاشر، انا رامي نفسي بقى خلاص. فابويا كان بيحاول يثنيني عن الطريق ده، لدرجه ان انا مع ان ساعتها الوضع المادي يعني حتى مع الاي جي ما كانش احسن حاجه. اللي هو ابويا كان قايل لي من الاول بص يا ابني انت هتخش اي جي هدفع لك الفلوس تعليمك في الجزء ده، والكليه ما فيش جامعات خاصه. فانا كنت وانا كمان كبرنسبل كمبدا قلت له بلا جامعات خاصه ولا بتاع، انا مش شاب تعبان، فاحنا متفقين على المبدا ده، فهو ما فيش مجال اصلا التفكير في جامعه خاصه. فانا بقى هو كان عايز يغير رايي لدرجه ان هو كان بياخدني بالعافيه اقدم في الجامعات الخاصه على هندسه بالعافيه. يعني ما فيش مجال، يعني انت يا بابا مش انا مش عايز الجامعه دي، انا اخش باذن الله جامعه مصريه ايا كان اخش حتى لو بمعهد، خلاص احنا اتفقنا على كده. وانا بقى انا محتفظ بالاتفاق ده، وكان بياخدني بالعافيه. خدني الجي يو سي والاي يو سي والام اي يو، وايه تاني، والبي يو اي طبعا. فمع ان ده كان الاوبشن المادي الاسوأ بالنسبه له، هو كان حاسبها مش اوبشن يعني، لان في فلوس كتير اتصرفت في الاي جي، فخلاص. هو كان بياخدني بقى نروح اقدم. النقطه بقى الالطف ان هو ما كانش يعرف ان انا ما فيش مره من اللي رحت قدمت فيها جامعه خاصه قدمت على هندسه. كنت بتقدم برضه حاجات ميديكال بري ماد، او في الجي يو سي بتاع البايوتك، والاي يو سي في بيولوجي، ميجر بيولوجي. كنت بقدم دايما ايه، حاجه ماد او حاجه بايو وبزنس. ده بالنسبه لي الاوبشن الثاني، يعني هشتغل دكتور يا نتاجر بقى في القماش او نعمل حاجه ثانيه. انا سعيد بحماستك عامه والباشن بتاعك ناحيه الطب، بس يعني عايز اسالك دلوقتي بعد 12 سنه من هذه الرحله، نفسك تقول انا اسف يا بابا، ولا حاسس ان انت اخترت الاختيار الصح؟ لا يعني ما اختارش الاختيار الصح عشان ابقى متفق اجيبها لك من الاخر يعني. اختيار الطب ده ما كانش صح، وانا ادركته حتى من الاول، يعني ادركته من سنه تانية مثلا. بس يعني بقى هنوصل للنقطه دي، بس ايه يعني ادي الواحد بيكمل للاخر. ما اقدرش يعني اسف هو لا يعني، لان هو كان عايزني اخش ناحيه الهندسه، وانا دي مهما كان مش دراستها كانت هتبقى تقيله، يعني كان هيبقى انترست اقل بكتير، ما كانش هيبقى زيرو انترست، بس انت بتتكلم ما بين 80 to 90% انترست في الماتيريال اوف ستادينج بالنسبه للميديسن، يعني الميديكال ستاديز، ل 20-30% انترست في الانجينيرنج ماتيريال. انا قصدي بيه الماتيريال العام بقى من اول، ان في مواد مختلفه بتدرس يعني. فاهم. فكان صعب اللي هو كان عايزه، وكان صعب. بس اقدر اقول له اسف بصوره غير مباشره. كان يعني انا كان المفروض اخد بالي من النقطه دي اكتر، لان هو كان بيقول لي ما تبصش على الدراسه بس، بصوره غير مباشره بص على الشغل. بس كان بيحاول يجيبها لي ان بص يا ابني ما انا شغال اهو، دي طريقه شغلي وانت شفتها وكنت بروح معاه الشغل وعارف، ودي طريقه شغل عمامك وقرايبك واولاد عمامك والناس اللي تعرفهم مهندسين، وحلوه مش وحشه. بس هو ما كانش بيقول كده مباشره، كان بيقولها indirectly. وفي نفس الوقت كان بيحاول يقول احنا ما نعرفش حد ما نعرفش العيله عندنا ما فيش حد شغال في المجال الطبي، فما نعرفش الدنيا فيها ايه قدام، او هو ما كانش يعرف. امي طبعا بنفس الفكره، الجزء الميديكال ده في عيلتنا يعني مقتول، فاهم، مضروب في مقتل، فما نعرفش الكلام ده ايه، فبص على اللي انت شايفه. فهو كان بيقول الكلام ده بصوره indirectly. دي حاجه اقول له كان معاك حق فيها، كان المفروض افهمها حتى لو بصوره غير مباشره. انا بحس برضو يا اسلام ان بيبقى مطلوب منك في المرحله السنيه دي اللي انت الى حد كبير برضو ما بتبقاش ناضج كفايه ان انت تاخد قرارات كبيره، ومطلوب منك ان انت تاخد قرار من اهم قرارات حياتك وانت عندك 16 سنه 17 سنه. فبحس انت رايك ان الموضوع ده ليه دور في ان انت القرار اللي بتاخده بعد ثانويه عامه او بعد ما تخلص الشهاده
بتاعت الثانوي ومحتاج تخش الكليه، حاسس ان ده قرار اتقل من ان يتحمله شخص عنده 16 او 17 سنه؟ أم، انا اتفق معاك واختلف معاك في الجزئيه دي. اتفق في انه هيبقى قرار صعب طبعا ومجحف بصوره كبيره. حتى لو حد خد القرار الصح هيبقى مجحف عليه ان هو يضطر ياخد قرار زي كده. آه، بس ودي مشكله اللي في مصر اكتر، ان انا مش هستصعب القرار ده على حد عنده 18 19 سنه بس عنده خبره كافيه. طيب خبره 18 19 سنه دي تيجي منين؟ تيجي مباشره كده من ان احنا نشتغل بدري. بمعنى اصح، انت راجل عايش في امريكا، انا واثق انت بتشوف الكلام ده. الستودنتس بيشتغلوا، العيال الصغيره تلاقيها بتشتغل، اللي بتروح الحضانه في نوع من انواع البشيفتنج الكونتريبيوشن لحاجه بتتعمل، بتبقى هم صغيرين حاجات مجتمعيه بقى، تعالى ننظف الجنينه اللي جنبنا، تعالى نعمل مش عارف ايه، حاجات بيعملوها مع المدرسه وبره المدرسه. ولما يكبروا شويه يبتدي بقى يشتغل في ماكدونالدز، يشتغل في مش عارف ايه، يشتغل هنا يشتغل هنا. الشغل اللي وانت صغير ده هيفرق. فانت بتكون انت عايز اصلا تروح فين. انما هتقول لي بص يا حبيبي خلي بالك، ابتدائي سنه 5 دي شهاده اوعى، وبعد كده اعدادي اوعى، ده اعدادي بقى، وبعد كده ثانوي خد بقى في وشك لغايه ما تقول يا بس. كل الكلام ده انت كل الفتره دي، فتره زمنيه دي، انت منكب على الكتاب، وعندك هاجس وعفاريت بتجري وراك اسمها الامتحانات. ايا كان بقى امتحانات شكلها عامل ازاي، كويز ولا امتحان شهر ولا امتحان نص سنه ولا امتحان الثانويه، انت حاجات دي بتجري وراك، مش همك ومش مش في دماغك ومش في رؤيتك من الاساس. الشغل ده عامل ايه؟ طب ما تقدرش تكون اكتر، ما تقدرش تكون بصوره كبيره. انت ممكن تكون بتشتغل ايه كويس، او ممكن تكون بتعمل ايه كويس. انت راجل بتشتغل بايدك اكتر ولا بدماغك، حسابي ولا مش عارف ولا تنفيذي وهكذا. انت راجل ايه الكلام ده كله؟ لو انت تعرضت له من بدري شويه، حتى لو انت طالب بتشتغل في ماكدونالدز ولا بتعمل كذا ولا بتعمل كذا ولا شغال في كول سنتر ولا الكلام ده مش هيتكون معاك بعدين لو ما ركزتش فيه من الاول. فما عندي مشكله ان هو يبقى 18 سنه، 18 سنه ياخد قرار لحياته كلها هاخدش كليه ايه. لو هو الراجل ما عندوش خبره هيبقى وده عندي مشكله عاده معاه بيبقى زي ما الوضع انت في بتقول. مصر يعني. بالظبط للاسف. بالظبط. بس المفروض ان قرار 18 19 سنه المفروض ما يكونش صعب، لانك تكون خبرات تؤهلك ان انت تخش القرار ده. صح. اسلام، احنا بندردش بقالنا حبه، انت طبعا حبيبي وانا عارفك انت دفعتي، بس يمكن يكون في ناس بتسمعنا ما تعرفكش، فانا عايزك كده تقول لي في دقيقه كده من هو اسلام محيي الكبير العظيم. انت بتصعبها. طب ولما نقول حاجات مش عظيمه دلوقتي؟ عايز عايزك بس كده تديلي يعني دقيقة كده عن انت بتعمل ايه وكده، عشان لو حد بيسمعنا عايز يعرف مين هو فعلا اسلام محي، فقول لنا كده ملخص. تمام. ملخص: انا اسلام محي الدين حسن، طبيب نفسيه عايش في هامبورغ بقالي 3 سنين، كسرت ال3 سنين الحمد لله. جاي من القاهرة على هامبورغ على طول. عشت في القاهرة من وأنا عندي 6 سنين لغاية لما جيت وأنا عندي 28 سنة. درست في طب عين شمس، خريج 2014 ديسمبر 2014 لو سمحت. في امتياز يعني في ديسمبر بالظبط 2014 وامتياز بالظبط مارس 2016. بالظبط. الكلية الوحيدة اللي في العالم اللي عندها معادين تخرج. ماش احنا نفرض عن الاخرين، بس انا بسمي الجامعه عين الشمس. عشت في القاهره معظم الوقت. قبلها كنت في سينا في شرم الشيخ لغايه وانا عندي 6 سنين ونص او 7 سنين. بس عشت بقى في القاهره، في شرق القاهره، في مدينه نصر، او الاول حلميه الزيتون مدينه نصر. بعد كده نقلنا مدينتي في الاخر، فبقيت من القاهره الجديده برضو. بس في ايه تاني انت عايز حلو تعرف أوي ايه كده. تاني؟ قول لي بقى لما رحت ألمانيا لقيت الناس بتترمى عليك علشان انت رجل مصري وكده والبنات حواليك على طول، ولا ما كانش قوي؟ أه تتكسفش؟
لا هما البنات مش ما بتترماش، بس اللي بيترموا بيبقوا حابين ان ايه ده، انت دارك سكين يعني، ده ايه ده الحلاوه دي. بس يعني ده اللي بيترموا ده، بس دي في مرحله بقى معينه if you know what I mean. ايوه فاهم قصدك. انما غير كده الناس ما بتترماش عادي يعني. يعني هم المان برضو يعني. هو طبعا غير الفكره السائده المبالغ فيها بتاعت الشباب المصري اللطيف، ان الراجل المصري هيروح ان البنات تتلم عليه، واصل البنات الاوروبيات بيحبوا السمر. سيبك من الكلام ده يعني، ده مش حقيقي. انت اول ما يعني ده عماد مأكد لي، انت اول ما بتنزل من الطياره بتلاقي لا البنات لا ما الاوروبيات حصلش. بيترموا على طول. لا ما حصلش. هم يعني هو يبصوا عليك عادي، انت شكلك عربي، فاهم إيه؟ انت ايه بقى، انت كويس وانت منهم ولا مش منهم؟ لو ده مبدئيا يعني، انت ما بتبصوش اصلا انت اسمر، لا انت واحد عربي، شكلك كده عربي. بس في مرحله ما بقى لو حد هيترمى عليك لا بيبقوا حابين الموضوع. حلو قوي. اسلام، كنت عايز اسالك بقى، وانت في الكليه وقررت خلاص ان انا عايز اسافر، انا مش هقعد اشتغل دكتور في مصر فتره طويله، قول لي الاول القرار ده جالك امتى وليه؟ وليه؟ امتى وليه؟ القرار ده جه وانا لسه في كليه، يعني جه وانا في الاول الصراحه، مش هكتب عليك يعني. مم. يعني تاني اولى تانية كان الواحد شايف يعني محدد خلاص إيه ال- الوجهه ايه يعني. مم. ان الوجهه بعيدا عن مصر، ان الوضع فيها ليس باللطيف. والوضع فيها بمعنى الوضع المعيشي، بمعنى الوضع السياسي، والوضع الاقتصادي، والوضع الانساني. مم. يعني البلد احنا ما فيش نقطة نقدر نمسكها نقول لك ايه الحلاوة دي فيها، ما فيش. ومعروف ليه يعني. مش هنخش في الحوار ده دلوقتي، بس معروف ليه. ان البلد ما فيهاش نقطة، ما فيهاش حاجة تسند عليها، ما فيش حاجة تقول انا هقعد عشانها. فكان بالنسبة لي من الاول، من اول يعني سنة اولى، لا أنا مش عايز اشتغل هنا اصلا. ما عشان احنا قاعدين بقى في المستشفى او قاعدين في الكلية، فشايفين بقى الهكس اللي موجود يعني. بس وبعد كده لما جيت كذا الكتيف، جيت مره الكتيف في النمسا ومرتين في المانيا، فشفت الفارق المعيشي وشفت فارق الشغل بقى كمان. حتى لما بدأنا نخش المستشفى اكتر، شفت فرق المعيشي وفرق الشغل، وفرق الحياه ذات نفسه والكواليتي بتاع الحياه ذات نفسها. مع ان الحمد لله والشكر ليه، الوضع في مصر يعني الواحد كان كواليتي اوف لايف بتاعته كويسه الحمد لله يعني في كل الاحوال. بس انت ما زال في فارق، مم. وما زال حسب تطلعاته، كل واحد تطلعاته يعني. لا هنا مختلف، في حريه حتى في التطلعات بتاعتك، تقدر تبقى فلكسبل شويه. انما في مصر لا. فلما جيت كذا الكتيف كان قرار واضح وصريح. فحتى بدات اتعلم الماني وانا في الكليه من سنه رابعه. انا كنت كده كده واخد شويه في المدرسه وانا صغير في ابتدائي واعدادي يعني، بس ما كانوش كافيين. فبدات بقى اركز بقى كورسات مركزه من سنه رابعه، خلصتها في سنه سته، وكنت واصل ليفل سي 1. امتحنت سي 1 في امتياز الحمد لله. يعني انا من الاول وانا عايز خلاص، حددت المانيا من لما بعد ما جيتها يعني. كان الاول مش فارق معايا امريكا ولا انجلترا، ما كانش فارق قوي. كان بالنسبه لي انجلترا يعني اوقع شويه، مم. او يعني انترستنج اكتر شويه. بس لما جيت المانيا بقى كذا مره، لا شديت اكتر ناحيه الدنيا هنا. فقلت خلاص خلينا نركز في موضوع المانيا. بدات باللغه، وعملت جزء من امتياز هنا. ده فرق برضو معايا كتير في اللغه وفي البوست وفي القرار. بوست يعني بتاع الانرجي بتاعت ان انت عايز في الموتيفيشن يعني. وفرق معايا في القرار برضو الجزء بتاع الامتياز اللي عملته هنا ده. فبالتالي خلصنا امتياز. وبعدين بدأنا نشتغل شوية. انا بدأنا عارف ان نشتغل انت اشتغلت شويه في مصر، بالظبط. بدأت أشتغل شوية في اشتغلت في مصر. الجامعه وهنا تيجي نقطة مهمة شوية، إن
الثوره على قد ما هي اللي حصل فيها بعدين خلى الواحد عايز يسافر اسرع، بس في فتره في الثوره الواحد كان بدأ يخش في دماغه فكره لا ده احنا قاعدين، ده باللي احنا بنعمله ده يا جماعه والحراك اللي احنا فيه ده، لا ده انا قاعد. بس طبعا الجزء ده اتدمر بسرعه، يعني ما خدش وقت ان هو دخول الفكر ده او طرح الفكره دي ذات نفسها دمرت بسرعه. بس لسبب او باخر فضلت معايا شويه لغايه ما انا خلصت شغل، ما قدمتش على الفيزا على طول مع ان يعني كنت اقدر، بس قلت لا اشتغل هنا شويه. ومن ضمنها الحكايه الظريفه بتاعت دمرداش، ان انا حاسس ان انا او عارف، كنت عارف ان انا هجي لي نيابه، وانا عارف ان انا مش عايزها، وعارف ان انا لو خدتها مش هقعد فيها، بس انا ايه لا عشان اسد النقطه دي، عشان لو يعني ده كان حتى من جزء من عدائي مع الكليه والدراسه والكارير الطبي، ان انا بعاند نفسي ان انا اخلص الحاجات اللي ممكن تجي لي، الاوبشنز اللي عندي كلها، وابقى واثق 100% ان هو ان انا مش هنفع في الجزء ده، عشان لما اسيب الكارير ده ابقى عارف ليه. عشان ما ترجعش تندم انك ما جربتش حاجه زي بالظبط كده. بالظبط. فكان بيحوم حواليا، وبعد ما اتخرجت البوست بتاع الجامعه فقلت استناه، وان انا اشتغل في وزاره الصحه عامه دي كانت حاجه برضو وانا كنت قاصدها، لما تكون نشوف بقى الخرا ده ايه، عشان لما اسيبه وامشي ابقى عارف انا سايب ايه. فاشتغلت في مدينه السلام في التكليف، كانت طبعا فتره يعني حدث ولا حرج، يعني ده واحد ممكن يقعد يتكلم عليها سنين. وبعد هنعملها كده بودكاست لوحدها. جات لي النيابه، خدت النيابه وانا عارف ان انا مش هكمل فيها. آه وكل ده انا ما قدمتش على الفيزا، كل ده انا يعني انا مأجل عشان ما شوف اخر الليله دي ايه، يعني فاللي هو ايه بالبلدي كده انا عايز اشوف اخرتها ايه. ف وانا في الدمرداش، يعني الدمرداش كانت سيئه جدا جدا جدا، يعني والله لا، يعني انت عارف انا حكيت لك قبل كده، انا عارف. بس كانت سيئه جدا لدرجه ان انا القرار لما خدتوش في 7-8 شهور ان انا اقدم على الفيزا، خدته في تاني اسبوع في الدمرداش. طب يعني وقدمت على الدمرداش الفيزا خدمتك في حاجه اهو. جدا، يعني انا شفت اول اسبوع في الدمرداش، عرفت الليله خلاص ما في، هو ده اخرها، هو ده اخر السكه دي، خلاص مفيش تاني. فقدمت على الفيزا تاني اسبوع في الدمرداش، وعلى اساسه كان جزء برضه من القرار، ما كده كده كنت اسيب الدمرداش عاجلا لما اجلا، بس بصوا يا جماعه انا قدمت على الفيزا فخلاص، مش ناقصه بقى، او ما اتعلمش حاجه وخرا ومفيش ماجستير اصلا، مأجليني سنه مع الدفعه الاصغر مننا سنتين. الراجل بتاع الانف والاذن اجلني في الماجستير رخامه كده، فخلاص ما فيش اي سبب يقعدني عشانه، فسبتها. ده كان قرار عموما كان كده كده هيتاخد، يعني كان inevitable يعني. بس سبحان الله يعني فاهم، ربنا يقدر ان انا اكمل 3 سنين في مصر بعديها، عشان الفيزا اترفضت، وعشان تغيير القوانين في المانيا والدنيا لخبطت، فالفيزا اترفضت مرتين، فسبحان الله فقعدت 3 سنين في مصر برضه، فكملت بقى الطريق لاخره فعلا. كملت بقى في وزاره الصحه واحمد ماهر، وبعد كده سبت احمد ماهر ورحت البنك الاهلي واشتغلت بقى في عيادات جنب النيابه، في عيادات بالليل عشان اكمل 4000 5000 عشان الدنيا تمشي، واعرف اسافر لي سفريه مثلا في الصيف ولا مش عارف ايه. فخدت بقى الحته دي كملت بقى فيها لغايه لما بقيت دكتور وزاره الصحه عادي، نايم في وزاره الصحه عادي جدا. شفت بقى، خدت السبيكترم في مصر كله، من ضمنها فترات التكليف اللذيذه بتاعت حي الاسمرات. لا دي ما تنكرش ان دي كانت من امتع فترات حياتك مع الاستاذ عم جيم. ايوه دي نقطه ممتازه، دي نقطه انا يعني كنت عايز اوصل لها، ان انا كان من الريزولوشنز بتاعتي، لان انا كنت خلاص وصلت في فتره وانا في مصر خلاص فقدت الامل في الفيزا بتاعت المانيا دي لانها كان فعلا رخمت. فكان بقى من الريزولوشنز بتاعتي وانا خلاص بقى بحط حياتي ان انا مكمل هنا في مصر، ان
ابحث عن تظبيط الدماغ، ان انت تبقى مظبط دماغك. اصل هي مش هتمشي غير كده. صح. هي مش هتمشي يعني، خلاص هي الحياه في مصر، أصل الواحد مضغوط وهيفضل مضغوط وخلاص. ففين بقى يا هرتله ولا جيلك، اللي هو ايه، واحده واحده بقى، خلاص خلينا في الروقان. فتلاقي نفسك بتعمل الحاجات اللي بتضيع وقت، وعشان هي لذيذه فانت متقبلها وحاببها. فتلاقي نفسك بقى قعدات القهوه مثلا بتاعت بالليل دي، انت راجع من نبطشيه فاهم، تنزل تقعد على القهوه مع ناس ما تعرفهاش وبتشرب كوبايه الشاي. او انت في وقاعد النبطشيه، يعني وانت في النبطشيه بتروح تقعد على القهوه. بالظبط. وتبتدي بقى تسرح في العربيات التكاسي اللي معديه. لقيت نفسي كده في الاخر والله من غير هزار فعلا يعني. وبعدين بقى كانت بقيه الخطه بقى اللي هو ايه، لا طب احنا كده انا قاعد في مصر بقى، ما لازم اظبط الدماغ واظبط الانبوله، فما نتجوز بقى ولا ايه الموضوع. فكان حتى شوف يعني، مع اني مش مع ان الجواز ده يعني بالنسبه لي لا بياخد وقته، لا كنت خلاص بدأ وانا في اخر فترتي في مصر بعد 3 سنين وشويه، لا خلاص بقى ما نشوف بقى هاتوا لنا واحده يا جماعه، مفيش حد هنا. كنت بقى يعني على وشك ان انا اخد بقى خطوات جديه في الحوار ده، بس انا يعني عشان كله احسن. بالظبط. فجي بقى السفر في وسط فتره من ان انا خلاص كنت بدات بقى ايه افكر اعيش كمواطن في القاهره عادي. بس جت بقى المانيا بعد كده غيرت الخطه تماما. انت قلت كميه حاجات مهمه جدا يا محميحة والله. بس يعني انا عايز اخدك بقى من الحته دي وتكلمني بقى شويه، ونسيب مصر وتكلمني بقى شويه اول ما وصلت المانيا وابتديت تشتغل. الاول قول لي انت جالك شغل ازاي، يعني ايه البروسيس بتاعت ان انت يجيلك شغل، وقدمت ازاي والقصص دي، وبعدين هتكلمني بقى عن اول ما ابتديت تشتغل. مسموح لك تسافر 6 شهور بحث عن عمل، لغوا الفيزا دي اصلا. بس وفي خط بقى الامل، بس انا الفيزا اترفضت لي مرتين قبل كده لاسباب غير مفهومه. رحت مكلم الراجل قلت له يا باشا رئيس القسم، يا باشا بشبوشه، يعني انا مخلص نبطشياتي كلها رسميه من اول اسبوع. فتلاقي نفسك رئيس القسم تندهه باسمه عادي. الاهتمام بالريسيرش اقل كتير مما كنت متوقع يعني. لو قررت السفر فقدم بقلب جامد، لانهم محتاجين ناس، في نقص شديد في المانيا وفي كل المجالات، في كل التخصصات، جراحيه وجراحيه وهكذا. اللي عايز يجي المانيا اهم شيء اللغه. انت بقى بتفكر ترجمه للانجليش اصلا. الاول قول لي انت جالك شغل ازاي، يعني ايه البروسيس بتاعت ان انت يجيلك شغل وقدمت ازاي والقصص دي، وبعدين هتكلمني بقى عن اول ما ابتديت تشتغل. تمام ده كلام كويس. جالي الشغل ازاي؟ جالي الشغل عن طريق علاء الدش، لانه شغال في المستشفى. وانا كمان انا وعلاء الدش درسنا اخر شويه في الالماني مع بعض، يعني ايه كنا ماشيين في السكه. بس هو علاء قدم قبليه باسبوعين على الفيزا، فهو قدم يعتبر في 2016 ديسمبر 2016، وانا قدمت في فبراير 2017. هو المانيا غيرت القوانين كلها بدايه من 2017، فلغوا الفيزا اللي هي اسمها البحث عن عمل، اللي هو ان انت معاك لغه ومعاك شهاده الجامعه مسموح لك تسافر 6 شهور بحث عن عمل. لغوا الفيزا دي اصلا بدايه من 2017، اللي هو انا اتاخرت فيها اسبوعين 3، اللي هو خدت ميعاد متاخر. يعني حتى مش اتاخرت يعني. انا خدت ميعاد متاخر. المهم يعني فعلاء سافر قبلها بشويه، الدنيا يعني مشيت معاه في الفيزا فسافر. المهم يعني لما اشتغل، لما لقى مكان فاضي في جوب يعني او شغل في المكان اللي هو شغال فيه المستشفى، قال لي فقدمت عليها. وقالوا لي انت مش في المانيا اصلا؟ قلت لهم فقالوا لي طب خلاص هنعمل سكايب انترفيو. عملنا سكايب انترفيو، عملت سكايب انترفيو مع رئيس القسم حتى ساعتها. لقى ان الدنيا كويسه،
كلغه وكفكر يعني، والانترفيو مشي كويس. فقال لي خلاص تقدر تيجي امتى؟ قلت له لا محتاج فيزا. فقال لي خلاص انا ابعت لك الجوب اوفر. يعني طبعا قالوا لي بعد اسبوعين 3 يعني هنشوف بقيه الكانديديتس يعني، ولو الدنيا ماشيه هنبعت لك. فهو بعت لي فعلا ان انت هتتاخد. انا كده كده عشان عن طريق علاء داش عارف الخلفيه ايه، عارف ان هم في ناس محتاجينها في المستشفى، فكنت داخل وقلبي جامد يعني. ففعلا بعديها بكام اسبوع كلموني انت هتقدر تيجي؟ قلت لهم لازم فيزا. ف بعتوا لي جوب اوفر بالفعل على طول. فخدت الجوب اوفر دي هيلا بيلا، ورحت بعد ما كانت الفيزا اترفضت مرتين عشان حوار البحث عن عمل ده. الجوب اوفر دي جات لي متاخر. ف يعني بقول لك الفيزا كانت اترفضت مرتين في النص، وبعد كده علاء الدش قال لي طب ما تقدم في المستشفى ومش عارف ايه، والشغل جه فقدمت على فيزا مره ثالثه. الجوب اوفر جايه لي ان انا ابدا 2000 ديسمبر 2018. الفيزا جات لي امتى؟ على امتى؟ من غير اي مبالغه، انا الجوب اوفر بتاعتي ان انا ابدا شغل، ابدا تدريب. هو الجوب اوفر فيها تدريب في الاول 6 شهور تدريب نون بيد كمان ان بيد. ان هي ابتدي ديسمبر 2018. فقدمت على الفيزا قبليها بشهرين مثلا سبتمبر 2000 سبتمبر 2018، ولا كان قبليها في يونيو 2018، قبليها ب6 شهور. الفيزا جات لي امتى؟ ديسمبر 2019. يا نهار ابيض. يعني الفيزا خدت سنه كامله، ضيعت لي الجوب اوفر او الكونتراكت. يعني كان مبعوت لي كونتراكت، كنت ماضي كونتراكت وانا في مصر. بس هو دي البروسيس بتاعت الفيزا بتاعت سفاره المانيا. هو موضوع السيريان ريفيوجيز ده فشخهم، اللاجئين السوريين ده فشخ السفاره بتاعت المانيا، خلاها سفاره في منتهى الوساخه. الباكلوج يعني بقى كبير جدا بالظبط، لدرجه ان انا في نص الفتره دي الفيزا مش عايزه تطلع مع اني مخلص كل حاجه. انا بعت الراجل رئيس القسم اللي اداني الجوب اوفر، قلت له بص يا باشا، احنا عملنا كل حاجه صح وانت عملت كل حاجه صح، وانا مفيش حاجه اعملها اكتر من كده. فلو انت مستنيني انا مش عارف الفيزا طالعه لي امتى. قال لي طيب محترم رايك وشكرا جزيلا، بس انت هتفضل بما انك عملت انترفيو وجالك جوب اوفر تفضل من اولوياتنا. طبعا احنا هنحاول نسد مكانك كده كده يتاخد، بس انت هتفضل في اولوياتنا على طول. قلت له الله ينور عليك يا باشا، محترم قوي يعني، تسلم. بس وفي خط بقى الامل، بس انا الفيزا اترفضت لي مرتين قبل كده لاسباب غير مفهومه، فخلاص قلت واضح كده ان الموضوع في الجلاشه. بعتوا لي في نوفمبر 2019 قالوا لي الجوب اوفر بتاعتك دي بقى لها سنه، هل المكان ده هيشغلك لو رحت ولا لا؟ ده السفاره بعتت لي. الله العظيم، ده انتوا ولاد وسخه، ده انتوا ولاد وسخه. رحت مكلم الراجل قلت له يا باشا رئيس القسم يا باشا بشبوشه، الجماعه بتوع السفاره بيقولوا هل الجوب اوفر دي ستاندنج ولا ديكلايند؟ هل عندكم يعني اللي هو ايه، هل عندكم مكان ولا ايه؟ عشان لو في مكان ابعت لي يا باشا جوب اوفر جديد وحياتك عشان في عرضه. الراجل الصراحه بمنتهى التفاهم بعت لي جوب اوفر بتاريخ جديد بعد الفيزا ديسمبر 2019. بعته للسفاره، بس خدت الفيزا مش فاكر يوم، كان قبل لما اسافر ب4-5 ايام. فخدت الفيزا، وانا فاكر حتى يوميها بعديها على طول رحت الواد علاء في البيت، علاء عادل هو ونغم، وقابلت زي هناك قاعدين بيلعبوا بلاي ستيشن. قلت لهم يا جماعه انا جات لي الفيزا. فيعني كان هم الاثنين كمان كان علاء هيسافر ولا ايه؟ لا علاء كان اوريدي سافر متهيألي. علاء ونغم كانوا اوريدي سافروا، وزايد كان في نفس المرحله معاه، كان هيسافر برضه بيستني يسافر. دايما بيت علاء ونغم ده البيت اللي بيحصل فيه كل الاخبار بتاعت السفر. فانا فاكر انا كنت مسافر اي بريك ذا نيوز في بيت علاء. والله
لا انا كمان جات لي الفيزا ايه يعني امتى بقى اتصلوا بيا قالوا لي انت جات لك الفيزا وانا في عمليه في جوه عمليه في البنك الاهلي. فانا اصلا عامل رنه الرنه يعني رنه معينه للحاجات اللي ايه السفاره ابويا وامي حاجات معينه. فالموبايل تليفون رن وانا متعقم في عمليه حاجه مهمه. فانا قلت ابويا وامي او حاجه مهمه. فحتى كنت الاسيستنت الرابع في العمليه فاستاذنت من الاخصائي قلت له بقول لك ايه مكالمه مهمه الدنيا لازم اعرف فيه ايه. فطلعت من التعيين كده يعني الموضوع العمليه بتشطب يعني. طلعت من على التعيين وطلعت من العمليه وبصيت لقيت ما لقيتش لا امي ولا ابويا ولا خالي الله يرحمه ساعتها كنت حاطه من ضمن الحاجات المهمه يعني. كان ساعتها برضه في اخر فتره تعاون يعني. فلقيت ان هي المكالمه من السفاره الالمانيه. احا رحت متصل بيهم طبعا ما ردوش. رحت بعت ايميل كلموني تاني فاهم بعديها بنص ساعه تعالى استلم الفيزا. رحت رايح راجع تاني العمليات تاني. كلمت ابويا وامي كلمت ابويا وامي على طول قلت لهم يا جماعه يعني ايه الدنيا مشيت الحمد لله الفيزا طلعت. فانا يعني هروح بقى اشوف ايه حوار المستشفى الدكاتره اللي فوق دول هحاول املص منهم واجي على البيت بقى اشوف انا احجز الطياره امتى وبتاع. فطلعت لقيت السينيور النواب في وشي وانا طالع. قلت له بقول لك ايه انا مش هكمل انا ما بحبكش. لا قلت له كده مباشره. قال لي ليه ومش ليه. قلت له بقول لك ايه انا مش قادر الدنيا بايظه وكفايه بقى كفايه. حتى ما يعني ايه ما قلت لهمش ان انا هسافر على طول. قلت ايه خليني عشان اعرف اخلي او ابتدي في الاخلع على الاقل خليني ايه ما نشوف الدنيا. قلت له بقول لك ايه لان خلي بالك نبطشيات احمد نبطشيات البنك الاهلي دي كان عندك نبطشيتين ما بينهم يوم نبطشيه 4 ايام ونبطشيه 3 ايام. يعني النبطشيه الواحده 4 ايام فكان شغل تقيل. فكنا احنا مضغوطين اصلا وطالع ميتنا وبتاع فقلت له بقول لك ايه انا مش هكمل. والله سينيور نواب طلع راجل لذيذ يعني وقال لي خلاص ما فيش مشكله هبلغ الاستشاري وبتاع. وكلمت الاستشاري نفس اليوم قلت له معلش هعمل اخلة هاخد لي اجازه بقى شويه حلوين كده وخلاص وكده يعني كنت معرفهم من بعيد لبعيد ان انا برضو ايه مقدم على سفر مش عارف يجي ولا. قلت لهم احتمال ان انا اخلع برضو ربنا ييسر. بس خلصت الموضوع في يومين وخلصت الاخلاء في يومين بعديها على طول الحمد لله. والمناسبه يعني قصه لطيفه في هذا الحوار. وانا بخلص الاخلاء بتاعت البنك الاهلي كنت بخلصها مثلا متاخر في الشهر يعني مش متاخر انا اسف بدري في الشهر اللي هو مثلا على اليوم ال14 اليوم ال15. فانا متوقع وانا بخلي الراجل بتاع الاخلاء هيقول لي لا ده انت فاضل لك لسه اسبوعين نبطشاتك مش كامله فيا اما نخصمهم من المرتب يا اما تكملهم. فانا كنت رايح بعمل حساب ان انا اقول له لا اخصمهم من المرتب يا عم بلا نبطشات بلا خط. لقيته بيقول لي ايه ده انت مخلص نبطشاتك كلها من اول اسبوع شغل النبطشيات الرسمي. انا بقى مفيش في دماغي الحوار. قلت له فعلا يعني انا نبطشيات الرسم مخلصها من اول اسبوع. قال لي انت جاي تكلي ايه ده انت ليك فلوس عندنا. قلت له يا عم مش عايزها يا عم مش عايزها تين امك. يعني انا مخلص نبطشياتي كلها رسميه من اول اسبوع وقاعد شغال كده بلوش يعني ده ماشي. بس لا معلش ده كان متاخر كمان عشان كده غصني. ده كان في اليوم ال6 و4 25 26 من شهر نوفمبر. فانت فاهم يعني دي كملت عليا حتى مع قرار السفر. اسلام بيه محي يعني ويلكم باك. وعايز اخدك بقى من مصر ومشاكلها ووجع الدماغ اللي كان فيها واروح بيك بقى لألمانيا وتكلمني بقى عن اول ما ابتديت تشتغل وايه الحاجات مش هقول بهارتك بس ايه الحاجات اللي عجبت بيها في السيستم بتاع الهيلث كير الالماني اللي هو بتبقى بتلمع كده اول ما بتروح.
يعني الحاجات دي معظمها بتفيد مع الوقت من كتر ما بتشتغل وبتعرف ان دي خلاص بقت حاجات مسلم بيها. بس في حاجات كده دايما بتفتكرها اول ما بتسافر، وبتبقى يعني بهراك كده شوية. كلمني بقى شوية عن الحاجات اللي يعني لمعت في عينك كده اول ما وصلت المانيا وابتديت تشتغل. انت قصدك على الحاجات اللي جوه الشغل ولا الحاجات اللي في البلد عموما؟ الاثنين يعني، بس مينلي بكلمك على الحاجات بتاعت الهيلث كير السيستم بتاع المانيا، تمام. اللي هو حاجات اول ما اوكي ابتديت اوكي. تشتغل حسيت بقيمتها، اللي هو ايه ده، إيه الحلاوه دي، ايه النرسات المطيعه دي، ايه الريسورسز المتوفره دي. كان ايه اكتر حاجه من دول يعني كانت شداك؟ اول حاجه او اكتر حاجه شدتني من غير مبالغه يعني هو ان مفيش الهيراركي اللي انا كنت متعود عليها في مصر، اللي هو بمعنى انت مش بتخش على الدكتور تقول له يا دكتور كذا، لا انت بتندهه باسمه و وقاعد تكلمه كزمايل، من اول رئيس القسم لغايه اصغر واحد. آه، مفيش الهيراركي الرهيبه اللي انا كنت متعود عليها في مصر دي. مفيش الكلام ده. انت ممكن تخش تقابل رئيس القسم في اي وقت، ممكن تعمل تكلم اي استشاري في اي وقت تساله على كذا او كذا. الاستشاري بيشيل عيانين معاك لما الدنيا بتخرم. الهيراركي دي مفيش. هي طبعا اتعودت عليه مع الوقت كمان، او خدت اكتر على الموضوع ده وشفت استفدت من الحلاوه بتاعته اكتر مع الوقت. بس من الاول اللي هو في ادميه في الموضوع، في معامله ادميه. هو بيعاملك كزميل، رئيس القسم بيعاملك كزميل. مدير المستشفى بيكلمك على طموحاتك واحلامك، في انت عايز تعمل ايه وتكمل فين وتدرس ايه وتعمل ايه، عادي جدا. من غير ما يعرف شغلك انت كويس اصلا ولا لا. الهيراركي المبنيه فقط على تعظيم النفس والنقص للدكاتره، بنتكلم على النقص الحقيقي يعني. بتقول على بني ادم ناقص، فهو النقص ده اللي موجود في المجتمع الطبي في مصر ده مش موجود هنا على الاطلاق. ان انت يبقى واحد اخصائي يخلي النواب يندهوه يا بيه فقط على سبيل المثال يعني. ان سينيور النواب بياكل عليك نبطشيات ويلبسها لك زياده وياكل عليك ايام اجازه عشان هو كده، عشان رخامه. وسينيور النواب اللي يعمل لك امتحان فجأة عشان يرخم عليك مثلا. والاستشاري اللي يجي يلبسك عيان مش بتاعك وشو عشان يختبرك. الحاجات المريبه دي اللي ما تطلعش غير فعلا من نقص الشخصيه مش موجوده هنا. لان يعني الناس الى حد كبير مرتاحين، مفيش حد داس عليهم قبل كده، فبيعاملك عادي كبني ادم عادي. ما بيقعدش بقى يحكي لك اصل وانا صغير ومش عارف كنت بعمل ايه، ولا انتوا ناس متدلعه. مفيش الكلام ده، العقد دي مش موجوده. فتلاقي نفسك رئيس القسم تندهه باسمه عادي، وبتناقشه في حاجه هو كتبها ولا هو عملها ولا عايز يعملها، وتقول له انت غلط او انت صح. الكلام ده حصل النهارده بالفعل. انا كلمت الاستشاري بتاعي قلت له الادويه دي مش تراجع نفسك فيها. فقال لي طب اديني شويه اقرا وارجع لك. لقيته بيكلمني وقال لي انت معاك حق مثلا يعني. فطبعا في فرق عملاق ما بين مصر وهنا. فدي اول حاجه خدت بالي منها، ان انا قاعد مع رئيس القسم في مناقشته لحالاته عادي، وبياخد رايي وانا لسه جديد، انا لسه هناك لسه واصل. فدي اول حاجه لمعت طبعا. تاني حاجه اللي ما اقدرش انكرها، ودي حاجه في السيرفيس بتاعتنا برضه، انا بتكلم على حاجه اللمعه بالنسبه لي، ان الناس كلها بتتعالج as easy as that يعني. ان اي حد يجي بيتعالج. مفيش حد بقى يقول لك اصل انا مش مكمل معايا فلوس، او اصل لا، ولا الدكتور التاني قال لي ايه، ولا لا انا اروح اكشف في مستشفى تانية، ولا انتوا مش عارف ايه، ولا انتوا لا. مفيش. اللي هيجي يتعالج، ما هو ده شغلنا. اللي بيجي بيتعالج، التأمين شايل له فلوسه، فما فيش مشكلة مادية، وهم واثقين في النظام اللي هو هيجي يتعالج فيه. فبيديك الثقة كاملة، حتى لو انت شكلك مش ألماني ولا لغتك مش متظبطة قوي ولا بتتكلم بلهجة، فهو واثق فبيديك الثقة.
ومفيش حد بقى بيبقى جاي لك وهو ايد ورا وايد قدام يقول لك لا طب انا اروح اشوف دكتور تاني، طب هنعمل ايه؟ هو اللي بيجي بيتعالج خلاص، خلصنا، اللي بيجي ده العيان بتاعي شكرا. آه، ده عكس مصر تماما. دول الحاجتين اللي هو كنت انا فعلا قعدت شويه اللي هو منبهر يا جماعه، هو ده حقيقي. فكرة ان انت ما بتبقاش قلقان عن العيان ده انت هتعالجه ازاي، دي برضه حاسسها مهم. يعني في مصر مثلا انت دايما بتحط الايكونوميكال اسبكت في طريقة علاجك للعيان، لو تقول العيان ده يقدر يدفع قد ايه، العيان ده يقدر يروح فين، العيان ده يقدر يعمل ايه، وعلى اساسه بتحط خطة العلاج او بتقرر له شوية حاجات او بتقرر له شوية ادوية. فكرة ان هذا الجزء يبقى متشال تماما من الحاجات اللي انت بتقلق فيها وانت بتعالج عيان، يبقى بتخلي جزء كبير من تفكيرك متركز اكتر في الحتة الميديكال. صح؟ متفق معايا في الموضوع ده؟ طب 100% 100%. طيب انت دلوقتي طبعا يعني بقالك فترة في ألمانيا واكيد طبعا حاجات من اللي كانت بتلمع في الاول دي ابتدت تفيد، وابتديت بقى ايه تبص على النظام الألماني بوجهة نظر بقى اللي قاعد في البلد، يعني اللي عارف النظام ماشي ازاي، وابتديت تشوف العيوب اللي فيه او ابتديت تشوف الجابس او الديفكتس اللي فيه. تقدر تقول لي كده يعني من وجهة نظرك يعني ايه شايف ايه المشاكل في النظام الصحي بتاع ألمانيا بشكل عام؟ المشاكل في النظام الصحي بتاع ألمانيا اقدر الخصها ان في مشكله حاليه دي عامله ازمه الفتره دي وهتعمل ازمه الفترات اللي جايه. ده اللي هو الاكتوال، الوضع الحالي الريسنت يعني. وفي مشاكل ليها علاقه بالنظام عموما بقى، بالبلد عموما، عشان كده انا اقسمها بس الناحيتين. المشاكل اللي ليها علاقه بالبلد عموما دي اللي هبدا بيها، ان مثلا النظام الصحي بيوجه فلوس زياده جدا جدا على الناس اللي هم مثلا الهوملس واللي ما بيشتغلوش، جوبلس او حاجه. في قطاع كبير من الناس دي بنسميهم حتى في المانيا الهارت سفير، الناس اللي هم عايشين على اعانات الدوله، وده عددهم مش قليل على الاطلاق، لان اعانات الدوله هنا سهل ان انت تحصل عليها يعني. ففي ناس كتير عايشين عليها وبيتعالجوا على اساسها وتوجه لهم فلوس كتير. فتلاقي علاج الحالات المتقدمه شويه بيقعدوا يراجعوا فيها نفسهم كتير، يعني بمعنى بصوره اسهل او ابسط، يعني ان هو المانيا بتلاقيها كويسه قوي في الحاجات البيزك، نعالج الحاجات الاساسيه، البرايمري سيرفيز والترياج والحاجات دي بالنسبه لهم كويسه جدا، المستشفيات بتغطيها. بس تيجي بقى تشوف على الحاجات سبيشالايزد، مثلا جراحات حاجه معينه، مش عارف ايه، حاجات معينه تلاقيها اقل او مراكز قليله في المانيا. على سبيل المثال عيانه مثلا كانت عندي السنه اللي فاتت اورتيك انيوريزم، فاحنا في المانيا، انا في هامبورغ من تاني اكبر مدينه في البلد، فما جيت احولها للقسم في المستشفى عندنا بتاع مش الفيسرال اللي اسمها ايه، الفاسكولار. معلش اصل عندنا الترمز مختلفه شويه. الفاسكولار سيرجري مثلا قال لي لا، اورتيك انيوريزما احنا ما بنشتغلهاش في هامبورغ، ما فيش غير في مستشفى متخصصه في مدينه في لوبك اللي هي حوالي 100 كيلو من المانيا. قلت له احنا نهزر؟ قال لي فعلا العمليات دي ما بنعملهاش غير في المكان الفلاني. فهو المانيا البيزك فيها كويس مترستق، بس مفيش فلوس رايح للحاجات التيرشري والكواترنري هيلث كير سيستمز او الهيلث كير سنترز اقل شويه، فالبحث والريسيرش اقل شويه. ده مأثر عليا دلوقتي، انا شايفه دلوقتي، لان هم الاهتمام بالريسيرش اقل كتير مما كنت متوقع يعني. هو بيقول لك ركز على البيزكس، عايز بقى تتقدم بعدين ده ربنا معاك. فبيخلي ان انت تبقى باصص لقدام شويه بصوره ايه، اللي هو ده قدام قوي، اللي هو يعني عشان اشتغل في حاجه متخصصه سب سبيشاليتي ده لسه قدام قوي. ده مثلا حاجه من المشاكل اللي فيها. مشاكل تانية خاصة بالتعليم مثلا، ان على عكس امريكا وبريطانيا انت مفيش حاجة اسمها تريننج ونون تريننج جوب. انت يا باشا
اون يور اون، ربنا معاك. بدات شغل، مفيش حد هيقول لك انت امتحنت ولا ما امتحنتش، مفيش حد هيقول لك انت عملت ولا ما عملتش، مفيش حد هيقول لك انت خلصت حالاتك ولا لا. انت مع نفسك. لو انت ما صحصحتش وفقت وشفت ايه ده اللي اعمل ايه ولا اعمل ايه ولا اروح المكان الفلاني المكان الفلاني، هو ما فيش اي كوريكولم انت ماشي عليه. مفيش حد بيقول لك انت لازم الخطوه دي كذا والخطوه دي كذا، ومفيش اصلا ترتيب للخطوات. يعني حاجه في السايكاتري مثلا، عشان تبقى اخصائي لازم تعمل عدد سنين في مثلا جوه قسم معين، وعدد سنين وعدد شهور معينه جوه قسم معين. مفيش ترتيب، مفيش. يعني انت مع نفسك اعمل اللي انت عايزه، حتى لو هتخلص الفتره دي في 20 سنه مش موضوعنا. فهو ما فيش حاجه كومبيلنج عليك، ما بيبقاش متابعك سواء بقى نقابه ولا وزاره، ما بيتابعكش ان انت تديفلوب بالصوره الكافيه، لان هو مش حاطط كوريكولم من الكلام ده اصلا. فانت ممكن تسرح. يعني التعليم هنا، تعليم الطب مش كومبيلنج، ممكن تفضل تشتغل نفس الشغل ده بقية حياتك، ربنا معاك. وبما ان الحياه هنا حتى وانت كنايب ماديا مريحه طبعا مقارنه بمصر، واللايف ستايل بتاعها مش لايف ستايل مدمر. يعني انت عايش حياتك برضو، وتقدر تروح تطلع اجازه وتقدر تعمل كذا وتعمل كذا. ف ممكن في فتره ما تبقاش مهتم قوي بالديفلوبمنت بتاعك، وبالتالي السيرفيس اللي انت بتقدمها، فبتلاقي ان انت ايه ده، يا جماعه انتوا نسيتونا ولا ايه؟ لا، هو ما حدش نسيك، انت الدنيا كده زي ما بيقولوا كده بتجيت ليزي. لو ما فيش حاجه تدفعك ان انت تكمل بالزبط. تعليم، بتجيت ليزي. ومفيش كوريكولم معين. يعني هو زي ما قلت مفيش تريننج جوب، فانت مش لازم تعمل كذا 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 عشان توصل. لا، انت محتاج توصل للمكان اللي هناك ده، وربنا معاك يا ابني. بس كلام مهم قوي يا محي انت بتقوله يعني. بس انا دلوقتي يعني عايز اسالك بقى، لو في حد بيسمعنا لسه في كليه طب او في امتياز وبيفكر في السفر لألمانيا، ايه النصايح اللي انت تقولها له وايه الحاجات اللي يتفاداها؟ تمام. هو ده هيخليني، لان انا كنت قلت لك المشاكل اللي في المانيا عامه، اللي في النظام عامه، وما كنتش كملت لك المشاكل الموجوده دلوقتي، او المشكله الريسنت دلوقتي. ايوه صح. بس هو السؤال بتاعك كده كده هيخليني ادخل فيها واجاوب عليها في كل الاحوال. المشكله دلوقتي في المانيا ان في نقص شديد في كل العماله المتعلمه، او العماله المتخصصه، دكاتره، مهندسين، صيادله، محاسبين. في نقص شديد في كل المجالات، حتى في التمريض. المانيا محتاجه ناس، المانيا محتاجه دكاتره بصوره كبيره، مع العلم ان هم مرخمين في الامتحانات دلوقتي ومزودينها محبكينها شويه، بس هم محتاجين ناس بالفعل. الكلام ده حتى انا متضايق منه. يعني يا جماعه فين الناس؟ ما تجيبوا ناس، لان انا بقالي مثلا اسبوعين شايل شغل 2 لان زميلتي مش موجوده، بس احنا المفروض نكون 3. فاهم الفكره؟ في نقص شديد في كل الاماكن، خاصه في المجالات الطبيه وفي الدكاتره، نقص شديد جدا. ومع ذلك الحكومه مش عايزه تزود عدد الخريجين الطب، ومحافظه على رخامه الامتحانات ورخامه الطريق يعني. فده هيخليني اقول نصيحتين لو حد عايز يقدم. اولا، لو قررت السفر فقدم بقلب جامد، لانهم محتاجين ناس. يعني خليك على ثقة، حتى لو انت مش مكمل، لغتك مش افضل شيء، ولا انت مش خبرة بصورة كافية في المجال بتاعك، ولا لسه الدنيا مش واضحة، لا، قدم بقلب جامد، هم محتاجين ناس. في نقص شديد في ألمانيا وفي كل المجالات، في كل التخصصات، جراحية وغير جراحية وهكذا. قدم بصورة بشكل جامد، ما دونت هيزيتيت يعني. النصيحة الثانية، بما ان في نقص شديد، فلازم وانت بتقدم تكون حاطط في دماغك انه الشغل مش خفيف. يعني ان الدنيا مش ايزي بيزي على الاطلاق، ان الدنيا هنا هتبقى في الاول رزله، ويبقى في شغل كتير، مش شبيه، مش قريب لمصر، بس شبيه الضغط اللي بيبقى الواحد في الاول فيه يعني. يعني من النقطه دي، من الوضع الريسنت، طلعوا النصيحتين دول. غير كده
الاساس يعني في الشيء العام اللي عايز يجي المانيا، اهم شيء اللغه، اهم شيء، قولا واحدا يعني. لان انت تتعلم بلغه انجلش اللي هي مش لغتك الام، مش العربي، مش المادر تانج يعني، وهتروح بقى مغير عامل سويتش للكلام ده ورايح للغه جديده، فلا، لا، محتاج المستوى اللغه يكون كويس. يعني لغايه دلوقتي وانا بقى لي 3 سنين، في لحظات وفي اوقات بعاني فعلا منها من اللغه، لما يجي لي واحد بيتكلم دايلكت مختلفه، ولا حد يرخم في الكلام، ولا ساعات الناس مثلا لو حد بيتكلم بسرعه وهو كلامه مش واضح، تلاقي الدنيا مش لغه الام دي، بتحس وانت كمان شويه بالنقطه. نقطة مهمة قوي اللي انت قلتها اللغة دي اسلام، علشان بحس برضو اني حتى لو انت فلوينت في اللغة، ده مش معناها ان انت قفلت اللغة، لان انت بتفكر يعني بتفكر بلغة مختلفة، فانت بتفكر بلغة مختلفة وبعدين بتترجمها وبعدين بتطلع كلام باللغة التانية اللي انت متعلمها حديثا. فهي ما بتبقاش سهله. انا بقول لك حتى في الانجليزي الموضوع ما بيبقاش سهل. طبعا الانجليزي بيبقى اسهل بكتير من لغه ثالثه، لان الانجليزي على الاقل انت درست الطب بنفس اللغه، بس فكره الابستراكت ثينكينج بيبقى صعب ان انت تعمله بلغه غير اللغه بتاعت المادر تونج زي ما انت قلت. فكل ما اهتميت بموضوع اللغه ده قبل ما تسافر واتدربت عليه، انا بتهيالي هيفرق يعني. دي حقيقة. ولا انت ايه هو رأيك؟ أصلا اللغة المادر تانج بتبقى في ديفرنت سنترز عن اللغات الأكوايرد اللي أنت بتتعلمها صح. إن أنت بتتعلمها مع الوقت. فحتى يعني الله يمسيه بالخير دكتور مطري بتاع الجراحة، ما كنتش بحبه، ما بحبوش يعني عموما، ما بحبش أي حد بيدي دروس، بس يعني هو كان ساعات بيقول كده حاجات إيه مفيدة. كان بيقول إن إحنا دراستنا بالإنجلش دي ظالمة، إن إحنا بنظلم نفسنا. ليه؟ لأنه كان مثلا بيدي المثال على كلمه زي كاردياك ارست. كاردياك ارست لما تحطها في دماغك ده مرض، احنا بنعتبره بناخده ترم بالانجلش، كاردياك ارست ده هيتعمل فيه كذا كذا كذا، فهو ما بيتحطش في دماغك غير ان هو ده شيء كونديشن، ميديكال كونديشن هتعمل فيه 1 2 3 4، مع انك فاهمه كويس وفاهم يعني ايه كاردياك وفاهم يعني ايه ارست، بس هي مش نفس الكلمه. زي ما تقول قلب وقف. قلب وقف دي لا معناها بالعربي قلب وقف، فانت بالنسبه لك مش مجرد مرض، في معنى للكونتكست للكلمه. انما كاردياك ارست بالنسبه لنا بالانجلش، بما انها مش المادر تانج بتاعتها، حاجه احنا بنتعلم منها، فده انت بتحطه في ميديكال كونديشن فقط. ده بيبقى ده مرض الكاردياك ارست، هتعمل فيه ايه يا ابني؟ ابدا سي بي ار اعمل. انما انت لو بالعربي توقف قلبي، واحد قلبه وقف، لا انت هتبقى اسرع، لان انت بتفكر بالمعنى الاشمل. هو كان بيدي دايما مثال بالموضوع ده، وبيقول ان اللغه ظالمه بالنسبه لنا بالحوار ده، ايا كان انت مستوى الانجليش بتاعك ايه. يعني انا كنت مدرس لغات مثلا من وانا صغير، من اول ما بدات، وبعد كده دخلت اي جي ستيل، في انت متقن اللغه الانجليش، بس مازال دي مش المادر تانج، مش بنتعامل بيها كل يوم، فعشان كده كانت ظالمه بالنسبه لنا. ما حسيتش بقى قوي بالكلام ده غير لما جيت المانيا. انت بقى بتفكر ترجمه للانجليش اصلا، فانت ابطا بكتير، لان انت يعني انت بتترجم الترجمه. بتترجم الماني انجلش، انجلش عربي، عربي انجلش، انجلش الماني. بالظبط. طبعا الكلام ده مش بالصوره دي الترتيبيه الرتيبه دي، لان الموضوع بيحصل في سكندز او ميلي سكندز مع الوقت خاصه، بس هو ده اللي بيحصل زي ما انت الترتيب اللي انت قلته بالفعل، بناء على ان الانجليش العربي المادر تانج بتاعك، لان التفكير فيها اسهل شيء ويوصلك لاسرع نتيجه. واشتغلنا بالانجلش فتعودنا على الانجليش اصلا، حتى مع انه مش المادر تانج، فتعودنا على الشغل بيه لان اتعلمنا بيه. فانت بترجمه لحاجه اجدد انت اصلا بتحاول لسه تتعلمها، فانت بتاخد فيها وقت، فبالتالي ان انت تاخد اللغه الدارجه الالماني تاخد وقت. حتى اول ما وصلت المانيا كانت زميلتي يعني شخصيه مش لطيفه قوي يعني، من رومانيا هي، بس كانت رخمه، وكانت هي خلاص، وانا اول ما بدات شغل رسمي هي كانت هتمشي بعديها بشهر، فهي بتسلمني الشغل يعتبر يعني الشهر ده، بس هي كانت رزله وهم اصلا كانوا ممشيينها يعني. بسالها اللغه خدت منك قد ايه؟
قاعد تبص لي كده بتقول لي 7 سنين بتاعها هنهزر، أنا لسه واصل 7 سنين ايه يا وليه؟ 7 سنين ايه؟ اللي هو كنت عايز اقول لها كده، بس طبعا اللي هو مسكت نفسي. مع الوقت اكتشفت ان كلامها مش غلط. صح. تمام، اكتشفت ان هي كانت بتقول لي يعني انا كنت متضايق منها وهي بتقول الكلام بطريقه رزله، بس مش غلط. لان انا بشوف ناس بقى لها 20 سنه لغايه دلوقتي لسه في اطار محاوله تكميل او اكمال تعلم اللغه. وانا لغايه دلوقتي انا بقالي 3 سنين انا ما زلت يا جماعه لا ده احنا وقعنا في فخ في طبق الملوخيه الالماني ده، فمحتاجه وقت بالفعل. عشان كده بقول لك لما بيجي حد مثلا بيتكلم الماني صعيدي ممكن يعني الحمد لله بفهمه والدنيا بتمشي، مفيش مشاكل في الكوميونيكيشن واتس ايفر، بس ممكن كلمه من اللي هو بيقولها تقع مني لانه بيقولها بديالكت مختلفه. او لو حد قرر يقول كلمه صعبه مثلا حاجه تقيله، خاصه بقى في الحاجات السياسيه والتوبكس الاصعب شويه، الحاجات القضائيه والحاجات دي، لا في كلام مش هفهمه لغايه دلوقتي. فواضح ان 7 سنين دي ما كانتش مبالغه من البت. غير كده انا فعلا بشوف ناس بقى لها 20 سنه اكتر من 20 سنه ولسه الدنيا مش مظبطه معاها لغويا، وفي ناس اصلا ده غير بقى اللي بقى لهم الاتراك اللي بقى لهم 30 40 سنه عايشين هنا وما بيتكلموش كلمه الماني. دي حاجه على جنب سيبها دي. فاهم، دي قمه البلطجه والعربجه، بس هم بيعرفوا يعملوها. لا في وقت طبعا محتاج اللغه، فهو اللغه اهم شيء. اللغه اهم شيء. غير كده التعود على نمط الحياه، بس ده يجي مع الوقت. فهي اهم نصيحه هي اللغه. حلو. طب دلوقتي يا اسلام، لو يعني لو انت موافق ان انا ممكن نحط الفيسبوك بروفايل بتاعك او الايميل بتاعك، لو حد حابب يتواصل معاك مثلا يسألك على حاجة، هل دي حاجة انت حابب تعملها ولا لا؟ وما فيهاش احراج يعني، براحتك. والله عظيم، اي حاجه عشان اكتبون. لا مش عشاني. ايه رايك في الاجابه دي؟ ثبتني بصراحة. ايه رايك في الاجابه دي؟ لا اكيد اكيد طبعا يعني اكيد يعني. طب انا عايز بقى اسيب الطب بقى واسيب القصة دي كلها واخدك بقى في عالم بره الطب، او اسالك انت اصلا بتسمع بودكاست بشكل عام او متابع تشانلز مثلا على اليوتيوب او حاجة زي كده؟ متابع بس مش كتير. بودكاست مش كتيره يعني. فين وفين كده بتابع مثلا بودكاست معين وافضل اتابعه شويه وبعد كده افك منه يعني. مش مفيش للاسف حاجه بتابعها. لا في بودكاست، بس ده بودكاست بتاع اصلا الاخبار يعني، زي مناقشه البوليتيكال ايفنتس اللي بتحصل. ده بودكاست تبع البي بي سي. ده اللي بسمعه يعتبر بصوره يوميه يعني، اعرف الاخبار الجديده بس بصوره ملخصه او بصوره ديسكشنز. غير كده حاجه زي بلال فضل مثلا تابعته شويه بس اخر فتره مش قوي. تابعت تاني بالعربي بودكاست اسمه ثرثره فنيه. ثرثره فنيه، حلو ده، اسمع عجبني. لا ده خطير، بقول لك ايه، لازم تسمعه بجد؟ ماشي، لازم تسمعه، ده خطير خطير. ده بتاع ادهم مكيوي وواحد تاني. ادهم مكيوي ده كاتب سينمائي كاتب سينمائي متهيألي كان اشتغل مخرج، فهو راجل سنه صغير مش كبير، بس موسوعه بقى في اي حاجه فنيه تيجي على دماغك، لدرجه ان هو عمل حلقه عن طلعت زين. يا نهار ابيض. حلقه كامله. انا ما تهيأليش اصلا ان طلعت زين طلع في التلفزيون لا يا ابني، يكفي حلقه بودكاست. ده هم وصلوا بقى لدرجه ان هو كان لما كان بيسهر في بارات ايه، وكان بيغني مع مين وبيعزف عود على ايه. هم اللي انا مش فاكر للاسف اسم اللي معاه. بس لو لو تتفرج عليه ابدا بحلقه او تسمعه ابدا بحلقه بتاعه برامج المقالب. عاملين حلقتين عن برامج المقالب، وكلموا طبعا كتير عن ابراهيم ناصر كتير جدا. حلو. وحسين الامام بقى، وفهم اي برنامج مقالب عدى على التلفزيون المصري واتكلموا عليه، فدي كانت حلوه جدا. ده بتابعه برضو مش بصوره كونسيستنت يعني، بس بتابعه. في برضو واحد صاحبي وقعني شويه كده في حفره، واحد اسمه اندرو هيوبرمان.
ميديكال دكتور في امريكا، مش فاكر في سان فرانسيسكو ولا في انه مكان، بيدي بيعمل عامل بودكاست على حاجات ميديكال، بيحاول يعني يدي ميديكال انفورميشن للنون ميديكالز، فبيتكلم بقى على حاجات ان ديبث يعني، النوم مثلا، نتكلم شويه على المخدرات، نتكلم شويه على حاجات نيوتريشن. هو بيحاول يعملها بصوره نون ميديكال، بس هو عشان راجل اكاديمي فبيتكلم غصب عنه بصوره ميديكال يعني. هو اللي قال لي عليه اصلا واحد من الدكتور، اللي قال لي عليه واحد مهندس من صحابي اللي عايشين في المانيا يعني، بس هو خد منه معلومات عشان الماراثون وجري كذا ماراثون وبتاع، فبدات اسمعه، اكتشفت ان هو كويس، بس ما بسمعوش كتير برضه. وبرضه بعض صاحبي ده دلوقتي بالنسبه له بقى مصدر طبي يعني تاني غيري، ف بعض كل لما اشوفه اقول له يا ابني اللي انت بتسمعه ده دمر صحتك. ايه تاني؟ كان في حاجه تاني ايه، في الماني، في بودكاست كوميدي الماني، حاجه زي باسم يوسف كده، واحد عامله، هو يعني الواد زي باسم، الراجل زي باسم يوسف كده، عامل برنامج على التلفزيون بس عامل بودكاست برضه، بيقعد يستضيف ده شباب بيقعدوا يهتشوا مع بعض برضه، اي كلام في الهجايس. والله يعني كان بودي ان انا اقول لك هسمعه، بس انا عند الالماني بقى ومش هتلاقيني خالص. يا عظيم، انت لو حطيت دماغك في الالماني لمده يومين هتبقى ممة شول بكره. احنا ماشيين بالانجليزي بالعافيه يا محاميحو. ما انا عايز اقول لك بقى الكوميديا بقى الظريفه ان أنا الانجليزي بيروح مني. والله يعني غير ان انا ساعات بقيت احس ان لساني تقل شويه بالعربي لو عايز اقول كلمه معينه، او يعني لان التفكير بيجي الاول بالالماني دلوقتي عن العربي. بس لا، الانجليزي بقى بصوره اوضح، لان فعلا الانجليزي بيروح. لا ما تقلقش، يعني الانجليزي زي السواقه كده ما بيتنسيش، ترجع بس ترفرش كده وهتلاقيه موجود. انت بتسمع ايه طيب؟ ما تديني 2-3 اديني واحد اقتصاد كده والنبي، اديني واحد كيف تستثمر نقودك في البوسطه. بص والله في بودكاست بتاع واحد اسمه اندرو جاك، لو بس ده يعني اقتصاد امريكاني صرف، يعني بيتكلم عن الاقتصاد بشكل عام والانفستمنت وكده. وفي بودكاست برضو بتاع واحد، هو البودكاست اسمه كوين بيرو، بس ده مينلي كريبتو، يعني ده كريبتو بقى وبيتكوين وإيثيريوم والحاجات دي. ايه تاني اقتصاد، في حاجات، في كذا حاجة اقتصاد بسمعها، بس دي كلها حاجات بودكاست اللي هو ايه 10 minutes 15 minutes، اللي هو حاجات كده هو ده يعني. المطلوب، هو ده الحلو بالظبط، عشان الاتنشن سبان انت عارف خلاص بتروح في داهية. لا والله ما فيش اتنشن سبان خلاص. بالظبط. طب اسلام، لو هقول لك اديني ريكومنديشنز بقى مش بودكاست، اقول لك اديني ريكومنديشن كتاب فيلم مسلسل، يا التلاتة او ايذر اور، يعني زي ما انت عايز. كتاب فيلم مسلسل. كتاب فيلم مسلسل، خلينا نبدأ بالكتاب. كتاب حلو. خلينا نبدأ قول لي كتاب بالكتاب. حلو كده انت بتريكومند انه يتقري. انا هديك ريكومنديشن لكتاب، بس اوكي. سامحني على الريكومنديشن دي. لا انا مسامحك. سامحني عشان ده شيء هيبقى صعب جدا. اوكي. اقرا كتاب انا قادم اياه الضوء، بتاع اسمه ايه، استنى هجيب لك اسمه. يعني بتهيألي انا قدر ما يهدو دي هتبقى. بتاع محمد اسمه ايه اللي ربنا توفاه من. ده مصري صح؟ مصري. محمد ابو الغيط. محمد ابو الغيط. اسمه راح من دماغي. اتفضل يا عم، العربي حتى العربي بيروح. لا دي محمد ابو الغيط. دي الله شيخوخة يرحمه. عادي دي. الله يرحمه. ده حزين. ده الضوء ده ثانية واحدة، كتبه. أنا بتهيألي سمعت حد بيتكلم عن الكتاب ده، وكان بيتكلم عن رحلته مع السرطان وكده صح؟ بالظبط. أوكي. هو كتاب حزين لأبعد درجات يا أسامة، والله يعني مش عايز أقول لك هو حزين لدرجة قد إيه. آم، المشكلة إن هو بيتكلم على
على المرض من بدايته لنهايته في فترة قصيرة، فأنت شايف الإنسانية الدنيا ماشية إزاي معاه من الأول للآخر، من إن هو بني آدم طبيعي اللي هو بني آدم لأنه توفى. خلي بالك الكتاب نزل يوم ما توفى أصلا، يعني دار الشروق نزلته يوم ما توفى كإكراما ليه يعني، أو إهداء لروحه يعني. فهو الكتاب أنت بتقرأ كتاب لواحد توفاه الله، وهو بيحكي لك هو كان كويس وهو كويس لغاية لما الدنيا، لغايه لما توفى بالفعل، كانه فاهم يعني. انت بتقرا كتاب كانه خلاص انت فاهم هو توفى. النقطه بقى المشكله هتبقى بالنسبه لنا ان الكتاب هو الراجل دكتور اصلا، فوصفه الحاجات الميديكال وصف طبي، فالكتاب ده هيلمس معاك، ده هيضرب في دماغك. بس انا عايز اقول لك انا بعيط لما بتفرج على ذا جرين مايل، لا انت مش هتستحمل. بس في مشكله بقى تانية الكتاب بالنسبه لنا مع الكتاب ده، ان هو بيتكلم من وجهه سياسيه ثوريه بحته، من بدايه من 2010 لغايه دلوقتي، فالكتاب ملمس معاك، خبط معاك بقى في الثوره تماما. وهو بيقول ذكريات مهمه لانه كان اكتف وقت الثوره وبعدها. فعلى سبيل المثال ان في جزء من الكتاب بيشرح ان هو مثلا بيخش في غيبوبه بالسبسس اللي جاله، وبيفوق على ميموريز بتاعت ناس معتقله وافتكرها فجاه. فانت واخد بالك هو ضارب فين؟ هو الكتاب ده يعني زود على الحزن حزن. يعني الكتاب ده يعني انا كمان بقى ملمس معايا في جزء شخصي، عشان خالي الله يرحمه انا عشت معاه بقى قبل ما اسافر المرض الورم اللي جاله وهو بينتشر، وعشت معاه، وبعد كده توفى بعد ما انا جيت بشهرين مثلا، شهرين 3 شهور. فاللي هو يعني ملمس بقى في الحته دي، يعني فاهم، ضارب معايا في الحته دي. الكتاب كان صعب جدا، بس انا بعد ما خلصته وهديت شويه كده، انا اصلا في النص ما كنتش ناوي اكمله، قلت مستحيل مستحيل. بس بعد ما هديت شويه كده، لا هو توثيق يعني منتهى الجمال. يعني توثيق لبيشنت، الريفولوشنري بيشنت عايش بره مصر، دكتور اضطر ان هو يسيب الطب ويشتغل في حاجه تانية، وبقى كويس في الحاجه التانية، واضطر يسيب بلده ويسافر، واضطر يعيش الثوره ويتفشخ فيها، واضطر ما يعرفش يشوف اهله فتره طويله، وبعد كده مرض. فلا هو كتاب يعني كل حاجه، كل اسبكت من دول ممكن ناخده ونفرده ويتعمل سيريز لوحدها، او مقالات لوحدها، او توثيق لوحده يعني. يبدو ان هو يعني كتاب دسم، يعني حاسس ان انا هبقى محتاج استعد له قبل ما اخد قرار ان انا نويت اقراه. دي حقيقة ده اللي جاي في بالي مؤخرا، عشان انا لسه مخلصه من فترة مش كبيرة، فلسه بتعافى منه، بدأت افكر فيه بهدوء شوية، فده اللي جاي في بالي اول حاجة الصراحة. وعارف ان هو بقى ريليفنت بالنسبة لك بصورة كبيرة يعني. اوكي. طب قول لي قلت مسلسل فيلم ومسلسل either or او and يعني. مسلسل سكسيشن حلو قوي. انا لسه بتفرج على الحلقة الاولى بتاعه سيزون 4 امبارح. نايس عجبني قوي. لا هو خطير. هو مع ان اول حلقتين مثلا نمطه بطيء جدا، فكنت بدات اتضايق منه. لا بس هو خطير. فيلم اقول لك على فيلم. مفيش فيلم جاي في دماغي دلوقتي ليه. حلو قوي يعني، هو كفايه الريكومنديشنز اللي انت قلتها. مفيش فيلم. بهاريس في البودكاست وكتاب ومسلسل هايلين يعني. حلو. اسلام، انا اتبسطت جدا 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 ان انا اتكلمت معاك النهارده، كعادتك يعني دائما ممتع ومسلي و very informative. باشا انا الشرف ليا يا سلام. informative ليا يا راجل.
لا حقيقة يعني اتبسطت جدا والله انك اتكلمت معاك النهارده، وعايزك بقى تستنى اول ما الحلقة تنزل، علشان اوه انا متأكد ان هي هتعمل شغل عالي. اوه انا هستناها اكتر من العدد اللي جاي من الجورنال. بالظبط. طب انا عندي سؤال ليك قبل ما اتفضل. تنهي، حاجه توثيقا برضو. لا هو كريم توثيقا هشام أكيد. عرف ان انت بتعمل بودكاست؟ طبعا طبعا، وسجلت وموقفه معاه. ايه؟ سجلت معاه ما اشتمكش فيه؟ ما سبتوش طبعا. طب كويس ان هو كان عنده سعة صدر. ده الراجل بيحاول يعمل معانا بودكاست بقاله 3 سنين. يعني انا قلت له يا كراميلا اعمل اللي انت عايزه، بس اعمل يعني تيك ان اكشن وخلاص. انا عايز اقول لك برضو، انا بقالي فتره بحاول اجمع البودكاست ده، وانا لسه ما نزلتش حاجه، بس ان شاء الله يعني في القريب العاجل هنزل. يا باشا انت اول ما تبتدي تنزل بس الموضوع هيضرب، لان انت اللي منزله. هو في اي حد ينزل اي حاجه؟ الله. انا عايز اقول لك ان يعني الناس هتسمع الحاجات دي مش عارفين الباك جراوند ايه، مش عارفين قصه العظمه دي جايه منين. فهيتخضوا. محدش فاهم العظمه المتبادله دي جايه منين. لا دي اشياء لا تفترى. ده قصص، ده فيها 6 سنين كليه، دي محتاجين لا نحكي دي قصص. فيها بعد الكليه، هو وفيها بعد اسمرات الكليه بالظبط. وفيها مستفندي على الرايق، وفيها وفيها استمندي، وفيها بودكاست تاني لوحده يحكي العظمه. ده حقيقي، ده حقيقي. والله العظيم انا اللي انبسطت معاك فعلا. اتمنى ان الكلام ده اولا يكون فاد التارجت بتاعك جوه البودكاست، يعني ما كناش خرجنا بره السكوب الاساسي. وفي نفس الوقت لو حد يسمعه بعدين يستفيد باي شيء، سواء كان خبره شخصيه او في حاجه ليها علاقه بالكارير يعني. هو يعني اللي انا عايز اقوله لك ان هو مهم جدا، لان هو اولا انسبايرنج، يعني انت بتحكي قصتك. تاني حاجة أنا بحس إن هي برضو بتقرب شوية الصور للناس اللي عايزة تسافر أو بتفكر تسافر، بتقرب شوية الصور، بتخليها إيه، تبقى مور رياليستيك عن فكرة إن في سفر في ألمانيا، في حاجات بعيدة. فبحس إن يعني أنت اتكلمت عن تجربتك الشخصية، فدي قربت لناس كتير ممكن تسمع وتقول دي حاجة دوبل، يعني حاجة قريبة إن هي تحصل. يعني شكرا اتمنى الناس عظيم ان تكون انت استفادت. شاركت معانا هذه القصه الانسبايرنج، واستنى لما تنزل. اكيد انا مستني الحلقات كلها، أيوة. حتى الناس اللي ما اعرفهاش. بالظبط. انا متشكر ليك، وجود نخت. جوت النخت.